طيب يا محمود، احنا مبدئيا كده انا مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان احنا طالعين مع بعض. والله يفضل انتظار بعد عقبات كتيرة جدا. خلينا سريعا بس عشان يمكن الوقت عندك وعندي برضه، فخليني سريعا كده اروح بيك على المشكلة الأخيرة طبعا بتاعت الجزء الأخير. وسبب ان احنا نطلع مع بعض كان انتشار المعلومات المغلوطة في بعض الأوقات. وحتى كنت انا بشوف بعض الاوقات الناس اللي بتقول معلومه صح كانت بتتهاجم من الناس، من بعض من الناس اللي عندها جهل. وده حصل معايا بالمناسبه، يعني في برضه بعض الناس كتبوا لي في التعليقات تعليق كده واحد او اتنين، خلاص، اللي هو حلو يعني ايه، حلو. بلاش تهبد واحذف التعليق، احذف البوست ده وحاجات كده. يعني هالي احسن شويه من الثاني، صح كده؟ الايه يا حبيبي؟ اللي هي ديجيتال سوليوشنز. سامعني يا محمود؟ انا سامعك بس انت صح مركز. كده؟ الناس معانا ولا ايه؟ ثواني انت ثواني بس. طيب افتح المايك عندك كده يا محمود. انا اديك بس ميك وسط كده. ماشي. آه، افتح المايك من عندك كده يا محمود، افتح المايك من عندك. سامعني كده؟ كده تمام. طيب تمام. بس فهو دي كانت المشكله ان يعني حتى فاحنا طالعين النهارده بس مع بعض. يعني سريعا كده حابين نقول ايه الحكايه، يعني ايه حكايه بقى، او ايه الطرق اللي بيتم من خلالها سرقه الصفحات، لو احنا هنتكلم من جانب الهاكينج في البدايه. تمام. اول حاجه احنا برضو لما نيجي نتكلم عن الصفحات لازم نعرف اول ازاي بيتم اختراق الحسابات، لان الصفحات ديت فرع من الحساب البروفايل. تمام. اول حاجه نعرف ان في بروفايل وفي حساب بيزنس اللي هو البيزنس اكونت. البيزنس اكونت اللي هو مدير الاعمال، اللي بيكون متفرع منه الحساب الاعلاني، ومتفرع منه الصفحات. انت بتقدر تتحكم في اي صفحه. ماشي. تمام. تمام. وبرضه بيكون متفرع منه التطبيقات. انت ممكن بتعمل ابلكيشن على الفيسبوك، اللي هي الابلكيشنات اللي هي بتاعت مثلا ايه، اعرف سنك، اعرف مش عارف ايوه ايه الكلام. ايوه ايوه. تمام. تمام. فازاي بقى بيتم الاختراق الحسابات؟ في طرق كتير جدا، ولكن المنتشر خلال الفترة الأخيرة أول حاجة طبعا الصفحات المزورة. بمعنى ايه بقى الصفحات ولا المزورة، عشان بس الناس يبقى فاهمة يعني ايه صفحات مزورة؟ أنا أشرح. تمام. بص، هو أول حاجة عشان نكون أدق أكتر، أول حاجة الثغرات الأمنية. بس الثغرات الأمنية بيكون الناس المتخصصين في البنتريشن تيستنج أو اختبار الاختراق ناس قليلة، اللي هي بتقدر تفحص المواقع. من اللي بيدخل علينا. افتح بس المايك من عندك يا محمود، عشان بس بنقفل المايك على الناس اللي هي ما بتبقاش واخده بالها ان المايكات مفتوحه. فافتح انت المايك من عندك. معاك. وانا بقفل المايكات على الناس اهي. كمل يا محمود كمل. يا جماعه بس بعد الزوج عشان نعرف بس نكمل ده اللايف، صوت يعني الناس بس سيم ما تفتحش بدوي. مايكات، محدش بس يدخل يشتتنا عشان نعرف نعمل بس معاكم بقى اللايف بعد اذنكم. كمل يا استاذ كمل، الله يعينكم. كمل يا محمود. زي ما قلنا في ثغرات امنيه، في ناس متخصصه في اختبار الاختراق في مواقع الويب. ففي ناس بتكتشف ثغرات في الفيسبوك، ولكن الناس ديت معدوده، يعني ناس قليله يعني على العالم. فعشان كده
انت معايا يا هندسه؟ معاك يا حبيبي اهو. الصوره بتاع ماشي. معاك يا عشان حبيبي. كده عشان كده في اختراق على الفيسبوك والمواقع عن طريق الثغرات الامنيه. ده بيعتبر اختراق مباشر على حسب يعني على حسب خطوره الثغره، لان الثغرات مكونه من خطيره ومتوسطه والى ما لا يعني اقل اكتر خطوره. ما انا هنا بس عايز اشارك معاك في نقطه يا محمود، توضيح بس للناس بشكل افضل. يعني في صفحات بتبقى بتعمل صفحه اسمها مثلا ايه، ميتا بيزنس مثلا على سبيل المثال فيسبوك. طب انا الفيسبوك يبقى مغيرين مثلا في حروف، فهم بيقولوا للناس ايه، حمل الملف ده تمام، وهتلاقي فيه استهدافات مثلا للعمل بتاعك او للبيزنس الخاص بيك، وبيسيبها له كده. ده بيبقى كلام مكتوب بالايه، بالانجلش كمان مش بالعربي. يعني حتى وعي الناس اللي هي يعني في الجزء بتاع الانجليش ووعيها اعلى شويه برضه بتقع في الفخ ده. فهو بيبقى يا جماعه سايب لكم صفحات عاملها، ممكن يحط كمان قريب من اللوجو بتاع الفيسبوك، ممكن يحط نفس الاسم بس بتغيير كلمتين او حرفين، وبيعمل بيه اعلان وبيتقبل للاسف. وانت بتروح تحمل داونلود للكتاب ولا داونلود للاستهدافات، وتروح انت يجي في الداونلود اللينك اللي انت حطيته ده، بيبدا بقى هو يعيش ويتعايش معاك جوه الجهاز. دي بس توضيحا للنقطه اللي قالها محمود. يعني هو انا قصدي، انا كنت عايز اقسم الموضوع، والموضوع اوله الاختراق المباشر زي ما قلت بيكون عن طريق الثغرات الامنيه. ممكن انت بيكون ثغره في الموقع. يعني ايه ثغره؟ يعني خلل امني في الموقع بيمكن من المخترق ان هو يقدر يوصل للداتابيز مثلا، او ياخد اكسس على او صلاحيه على المستخدم او المستخدمين عامه، فانت ما بيكونش ليك دخل فيها. يعني انت مثلا يكون الموقع نفسه مخترق، فانت نفسك ما بيكونش ليك دخل فيه، فده الاختراق المباشر. ففي ممكن في اغلب الايام الاخيره اللي حصل فيه صفحات زي صفحه اسمها ايه، فريش، والصفحات اللي احنا سمعنا عنها. فده وارد يكون، يعني ممكن يكون ثغره مش مستبعد، يعني لان ثغرات الفيسبوك برضو كتير. وممكن يكون هنيجي بقى للاختراق الغير مباشر. الاختراق الغير مباشر بقى اللي بيتم فيه طرف ثالث، او بيتم فيه استغلال الهندسه الاجتماعيه، السوشيال انجينيرنج، بحيث ان انت بتقنع الضحيه او الشخص المستهدف بان هو يفتح لينك معين مزور مثلا، او ان هو يثبت سيرفر او حاجه اسمها بيلود على الموبايل بتاعه او الكمبيوتر بتاعه، وياخد اكسس كامل على الموبايل او الكمبيوتر بتاعه، بحيث يقدر يتحكم في الجهاز كامل، او يسحب الداتا، او يسحب ملفات الكوكيز اللي هي مسؤوله عن تخزين الداتا بتاعتك البرايفت على الموبايل او الكمبيوتر بتاعك. تمام محمود، بعد كلامك انا بس اوضح اللي انت قلته ده لحاجات بتحصل برضه لكل الناس. لو كنت صاحب شركه بتسمعنا، او حتى كنت حد من الماركتير اللي عنده صفحه وضايف عنده وفي ناس متضافه معاه، وانا محمود يقصد الطرف الثالث هنا، انه ممكن يتم اختراق الحسابات عن طريق بعض من الادمنز اللي معاك. يعني ممكن اضعف واحد فيكم فين في الادمنز عنده اقل وعي، هو هيجرب مع كله تمام، فده اقل واحد اقلا وعيا الفلاني ده، فبيدخل بقى يبعت له، فهو بيبدا يتم الاختراق من خلال حتى الشخص اللي موجود معاك على الصفحه. وحصل معايا ان تم قبل كده، الكلام ده من سنتين، تم اختراق صفحه خاصه بمصنع، كان من خلال صاحب الشركه نفسها. صاحب الشركه والمصنع نفسه هو اللي تم الاختراق من خلاله. حد بعت له على الواتساب الحق شوف صورتك كنت مع مين، فهوبا راح دخل على اللينك اللي محطوط اللي هو كان حاططه له، فدخل سحب كل حاجه من عنده، الحسابات بتاعه البيزنس، وسحب الصفحات، سحب كل حاجه. فهو ده اضعف نقطه مثلا كان ممكن يلعب عليها. وهو الهندسه الاجتماعيه اللي بيقولها محمود، فكره اللي هو يخطفك بسرعه، يقول لك الحق فيه مثلا كذا، وفي الاخر تطلع اصلا ايه، تطلع فيك ما تطلعش حقيقه يعني. تمام. فهو الفكره ان محمود بيقولها ان ممكن يتم اختراق الجزء الثاني، اللي هو ممكن يتم اختراق اضعف نقطه
من الادمنز اللي موجودين معاك. يعني انا تخيل انا مثلا بكلم واحد في يعني من كام يوم كده، كان استاذ فاضل يعني، فبيقول لي ان هو معاه ادمنز كتير، يعني يعني ما يعرفش عددهم، فالصفحه بتاعته مسروقه طبعا. فهو هو جت هو منين؟ ممكن اساليب تكون جت من حد من الادمنز اللي موجودين، يعني دخل من اساليب خلال حد ودخل. بص، هو اساليب الهندسه الاجتماعيه كتير جدا، يعني طرق طرق استغلال الهندسه الاجتماعيه كتير. منها اللي حضرتك بتقولها، اللي هي ايه، اللي لما انت بتعين ادمنز كتير على الصفحه، ففي ناس منها ما عندهمش الوعي الامني ان هو يعرف يعني ايه رابط اختراق، او يعني ايه ملف خبيث، او فيروس، او وهكذا. فممكن لو تم اختراق ادمنز من خلال صفحه، وليكن صفحه مهمه، فده طبعا بيعرض الصفحه للاختراق، او التعديل على المعلومات الحساسه اللي فيه، او نشر بقى، يعني مثلا على حسب صلاحيه الادمن، هل هو ادمن ولا هل هو اديتور او هكذا. فعلى حسب الصلاحيه بيقدر يستغل الداتا بتاعتها. تمام. دي اسلوب من برضو الهندسه الاجتماعيه، او اسلوب الاختراق الغير مباشر، ان انت ان بيتم الاختراق عن طريق ادمنز الصفحه. تمام. اللي هم ما عندهمش وعي، لما بيكون ادمنز كتير بقى في الجروبات او الصفحات وهكذا. طب فدي هو هنا مشكله السؤال برضو. بيجي يا محمود، معلش، يعني هو في سؤال هنا بيتسال، هو مش معنى صفحتي؟ يعني من الاسئله اللي بتتسال يقول لك مش معنى صفحتي انا، صفحتي مش كبيره، مثلا صفحتي 70,000 100,000 مثلا، فمش معنى صفحتي انا بالذات اللي تخش ليها كده. ده بيعتمد على برضو حاجات كتير، يعني منها الصفحه غالبا في الغالب بتكون صفحه كبيره. ثانيا في اختراق عشوائي، يعني اصلا ما مش هو ده اللي شرط. انا ساعات بقوله للناس، ان الموضوع ساعات بيجي عشوائي. ساعات بيكون مثلا في يعني مش هقول ثغره قوي، يعني لان الثغره مش هيخترق كل الصفحات مره واحده، هو ممكن عادي، بس مش هتفرق معاه يعني، على حسب نوع الثغره يعني. ولكن في يعني قصدي مثلا في مثلا موقع الفيسبوك بيتم اختراقه او سحب الداتا بتاعه قواعد البيانات بتاعته، وبيتم تسريبها. ففي ناس اصلا حساباتها حاليا متسربه، يعني انت ممكن تبحث اصلا على ايميلك في بعض المواقع الخاصه بالتسريب الايميلات، وتلاقي الايميل بتاعك بالباسورد موجود. ففي ناس تقوم مجربه هل انت غيرت الباسورد بتاعك ولا لا، تلاقيها موجود لسه انت ما غيرتش حاجه، لانك انت بدون علم ان الايميل بتاعك متسرب او الحساب بتاعك متسرب. فبيقدر يوصل بقى للحساب بتاعك ويوصل للصفحه وهكذا. مش شرط بقى ايه اشمعنى انا. ممكن برضو الوعي الامن بتاعك قليل، يعني انت ما يكونش عندك وعي، ممكن انت من النوع اللي بتنجذب للحاجات المغريه بزياده، زي الفلوس، زي وهكذا، الحاجات اللي بتجذبك. طبعا في برضو اغلب المخترقين، لو انت شخص طبعا مستهدف، شخص وراك مصلحه كبيره يعني، ممكن المخترق يستغلك. بالاول بيبحث عندك على البروفايلات بتاعتك، ويجمع عنك شويه داتا، بيعرف الاهتمامات بتاعتك، بيعرف مدخلك ايه، بيعرف كل حاجه عنك، بيعرف تاريخ ميلادك، بيعرف اسمائك، قرايبك، كل الحاجات دي بتتسجل عنده، او بتسجل في دماغه عادي يعني. المهم يكون جمع عنك كل حاجه. مثلا انا دخلت عندك، بعرف اهتمامك ان انت بتشتغل في التسويق، تمام، في الديجيتال ماركتنج، فانا بقوم بعرف ان انت اهتمامك بالديجيتال ماركتنج. فانا لو عايز استهدفك مثلا، بشوف الايميلات بتاعتك، عندك ايميل، او انت عندك اصلا فاتح، لو انت على منصه معينه فاتح الرسائل، فانا اقوم بقى ايه متواصل معاك، او انا عارض ليك، اقول لك مثلا في كورس سعره $1000 مثلا، هيكون ليك مجاني من خلال الرابط بتاعي ده. فانت اهتمامك اصلا في المجال هيكون كبير، فانت مستعد ان انت بنسبه كبيره تدخل الرابط. لو انت كمان مش على وعي، فانت اكيد هتدخل الرابط، هتقول ما انا اشوف $1000 ده ايه. فمن هنا بيتم طبعا ما بيكونش اختراق مباشر، لان الاختراق المباشر كان زمان سهل، لكن يعني الاختراق المباشر عن طريق لينك كان زمان سهل.
لكن دلوقتي في كان الاول عن طريق ثغرات امنيه او خلل امني في المتصفحات او في الاجهزه، فبيتم استغلالها. لكن دلوقتي عاد في تحديثات كبيره، فعاد يعني كان في اداه اسمها او لسه موجوده اسمها بيف تول على الكالي لينكس اللي هي نظام اختبار الاختراق، موجوده، ممكن حد بيستغلها على المتصفحات القديمه. ممكن بتبعت لشخص رابط على حسب المتصفح بتاعه قديم ولا لا، وهل مصاب بثغره ولا لا، بيقدر من خلالها ان هو يسحب ملفات الكوكيز بتاعتك، او يخترق او يسحب الملفات اللي متسجله عندك في الجهاز بتاعه الباسورد والايميل وهكذا. فالاختراق المباشر يعني دلوقتي عن طريق رابط ما عادش اللي هو مجدي قوي. لكن دلوقتي اللي بيحصل عاد بيعمل عمليه الفيشنج، يعني بيكون مثلا يبعت لك اسكامه او حاجه اسمها صفحه مزوره شبيهه بالفيسبوك مثلا بالظبط، او على حسب بنك او على حسب الشكل اللي هو عايز يسحبه، يعني على حسب هو مستهدف ايه. في الغالب يعني احنا بنتكلم على التواصل الاجتماعي، فهو مثلا بيعمل صفحه شبيهه بالفيسبوك. في مواقع كمان بتعمل الكلام ده، بتكون بتجهز اشكال انت بس بتسجل فيها، وتجهز اشكال للحسابات المزوره دي، فبيبعت لك لينك، فانت بتشوف، انت بتفتكر ان يجذبك بقى، يقول لك اعمل لايك للصوره، او الحق صورتك، او الحق مش عارف ايه، او خد مش عارف زي ما قلت كورس مجاني سعره كذا قبل ما ينتهي. فبيدخل من المدخل بتاعك، وفي الغالب بيعمل معاك الاول، بيكون ثقه الاول على مراحل. يعني مثلا ما ينفعش يقوم لسه باعت لك طلب صداقه فيكلمك مباشر، في الغالب بيكون ثقه معاك، يقعد ايام مثلا، يبعت لك مره، يبعت لك مش عارف ايه، وتكون ثقه. وبعد كده بيستغل بقى النقطه دي، ويبعت لك بقى لينك. لما بتكون ثقه بقى فبتعرفه، فبعد كده بتستغل بيستغل بقى الايه في الاختراق. يبعت له بقى ايا كان بقى، في زي ما قلت اللي فيه سكامه، اللي هي صفحه مزوره تكون شبيهه بالفيسبوك. اول ما بتسجل فيها الداتا بتاعتك اللي هو الايميل والباسورد، بيتم الوصول، يعني بيتم وصول الداتا دي على السيرفر اللي هو مكونه، او على الموقع اللي هو مسجل فيه. فبيلاقي بقى كمان الاي بي بتاعه، ويلاقي الايميل والباسورد بتاعه بتاع الضحايا، او انت كمستخدم بتسمى ضحيه في المجال. ف فبيقوم بقى، يعني بيقوم راح بقى ايه، طبعا ده عامل لوجن بالداتا بتاعتك، فبيقدر يسحب الحساب بتاعك، وخلاص بقى، يعني سحب الحساب بقى بالصفحات بالجروبات بكل حاجه. طب احنا كده محمود، لو هنلخص الطرق اللي ممكن ان احنا يتسحب منها الصفحات، اول حاجه عن طريق الصفحات المزوره. ممكن زي ما انا حتى ما اتكلمت مع محمود من شويه، قلت له هي الفكره ان صفحه ممكن تعمل زي صفحه فيسبوك او لينكد ان او تيك توك، وتشوفها حتى كاعلان عادي. وعلى فكره هم كانوا بيعملوا اعلانات لكده، ومن خلال ان انت بتضغط على الاعلان، او يقول لك مثلا ادخل خد الفايل الكامل اهم الاستهدافات ل 2023، فانت على سبيل ان انت بتدخل، وممكن تلاقي اللينك اللي انت بتدخل تحمله لينك جوجل درايف عادي، وحاطط لك فايلات. فانت اول بس ما بتعمل داونلود فبيبدا يحصل. فدي اول ثغره من الثغرات اللي ممكن يتسحب منها الصفحات. الحاجه الثانيه فكره محمود زي ما قال، مش بتعتبر ثغره، لان الثغرات دي المعروف عنها ان هي بيكون خلل امني في الموقع نفسه. وانا لا انا اقصد اقول الثغرات هنا كوعي، يعني خلينا نقول ان ايه، بالظبط، يعني ممكن كوعي يبقى هندسه اجتماعيه، دخلنا في الهندسه الاجتماعيه. ندخل كده في الايه السوشيال انجينير. يعني احنا بنتكلم بس عشان نبسط المصطلحات للناس، احنا بنتكلم على الثغرات اللي ممكن يدخل لها الشخص منها من خلال وعيك انت، مش بنتكلم على ثغره في الموقع. تمام. طبعا في ناس ساعات بتعلق تقول لك طب هو ازاي الفيسبوك يقبل لينك زي دوت؟ هو الفيسبوك ازاي يا جماعه؟ هو ملوش علاقه. هو واحد عمل اعلان وبيعمل صفحه ويقول لك ده خد لينك ده استهدافات، فهو حاطط لينك جوجل درايف. هو جوجل، هو كفيسبوك شايف ان هو ده لينك جوجل درايف، فمش هي مش ملوش علاقه وملوش ذنب، مش هيدخل يحقق في الفايلات. الفيسبوك ما بيفحصش كل لينك. ما هي دي الفكره، بس ان الناس بس تبقى ايه فاهمه الحته ديت. يعني يبقى احنا اول حاجه موضوع الصفحات الوهميه او الصفحات اللي هي المزوره اللي ممكن توهمك وتخليك تضغط على لينك ما، ويبدا ان هو يخليك تعمل داونلود لفايلات. الحاجه الثانيه عن طريق الاستهدافات اللي يمكن زي ما محمود ما قال، الاستهدافات اللي هي كانت
الاستضافات اللي هي المباشره، وقلنا الاستضافات المباشره لما انا جيت سالت محمود، هل يا محمود في الاستضافات المباشره دي هل انا ببقى قاصد الضحيه ولا الموضوع ممكن يجي عشوائي؟ قال لي الاثنين، ممكن دوت وممكن ده. تمام، عشان برضه في بعض الناس ساعات بتيجي تقول هو يعني هياخد الصفحه بتاعتي او هياخد مثلا بياناتي في الفيسبوك ممكن يعمل بيه، لا ده ممكن يعمل بيه بلاوي. تمام، تمام. فاحنا ما نستهونش بالداتا بتاعتنا، ما نستهونش دايما بفكره والتسريبات بالظبط. كمان. يعني فكره الحاجه الثالثه اللي محمود قال ان انت اصلا في داتا حصل تسريبات للداتا بيس بتاعت الفيسبوك كامله، وكانت بتتنبأ بيحصل في عليه من حدود حوالي كل سنه كمان، بيحصل في حدود كل سنه. وكان من حوالي 6 شهور تقريبا. كل شويه. سبقوا قاعده البيانات. يعني قاعده البيانات دي اللي هي عباره عن ايه؟ الايميل بتاع حضرتك، والباسورد بتاع الاكونت، والرقم التليفون بتاع حضرتك، والايميل، والجوب بتاع حضرتك. وفي بعض الاوقات بتبقى في بيانات عن بيانات عندك انت شخصيا بقى. تمام، دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي ساعات بتتاخد من الداتا بيز بتاعت الفيسبوك، لان الداتا، ما معنى الداتا بيز بتاعت فيسبوك؟ هو يعلم عنك كل شيء من اول بدايه الاكونت بتاعك لحد الداتا بيز نهايته. اللي هي قواعد البيانات اللي بيكون متسجل فيها الداتا الشخصيه بتاعتك يعني. وحتى ايميلك والباسورد. الفيز اللي انت مسجلها في حساباتك الاعلانيه برضه بتبقى موجود. كل الكلام ده بيتسرب وبيتباع على الدارك ويب، عشان بس الناس تقول هو اه ده هو بس بيحصل على فين ولا بتاع. بيتباع على الدارك ويب، كان ب $20 تقريبا، ما على يقارب فكره، على $20. على الانترنت العام كمان في مواقع انا كنت ناشرها، بتقدر تبحث عن ايميلك، بتشوف ايميلك ده اتسرب. طبعا في مشكله، فكرتني ان انت اصلا ما ينفعش تعمل نفس الباسورد على جميع المنصات، على جميع المواقع. دي النصائح اللي احنا ناخدها منك في الاخر، بس يعني ايه، خلينا نتكلم على اهم الطرق اللي هي المخترق اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فاحنا اتكلمنا على اول حاجه على الصفحات المزوره. الحاجه الثانيه الاستضافات اللي هي المباشره، وسواء بشكل مباشر او عشوائي، يعني كان هو الضحيه، يعني ممكن يكون واحد واخدها بعشوائي ما يعرفكش. الحاجه الثالثه ان يعني احب سكامر. بس اكد بيها على كلام محمود بيها. حته يا جماعه ان بيبقى اوقات في ثغرات في الفيسبوك، والفيسبوك بيلحق يقفلها. يعني في مره محمود كان قال مثلا للفيسبوك يا جماعه والله يا عم الفيس، انت يا عم انستجرام، انت عندك ثغره في الحته دي فاقفلها، خد بالك عشان ما فيش مخترق يدخل يعملها. لان دي ايه وظيفه محمود، راجل مخترق، راجل ايه يعني محلل اختراق. فالفيسبوك اوقات فاكرين كانت محمود زي الصفحات كانت النسخ، الثغره بتاعت نسخ الصفحات، ما دي كانت ثغره في الفيس. تمام، انا فهو دلوقتي انا بقى انا بقصد هنا معذور. ايه لما نيجي نقول يا جماعه ثغره. هو مش ما معنى ذلك ان اصلك اي منصه في الدنيا وارد ان ده يحصل معاه. يعني وارد ان يبقى في عنده ثغره في مكان ما، فيكتشفها واحد بالصدفه او يكتشفها واحد بالاجتهاد ايا كان، ويبدا من خلالها يستغل الثغره دي في اي حاجه. فهو لما بنيجي نقول يا جماعه ان في ناس دخلت اتسحبت الصفحات بتاعتها الفتره الاخيره عن طريق ثغرات، وفي وفي بعض الناس تحملوا بقى الملفات، دخلوا على الصفحات المزوره فحملوا فلبسوا فاتسحبت صفحاته. فكلتا الثلاث حالات حضرتك انت كده كده ممكن تسحب منك من خلال الطرق دي. فما فيش طريقه بعينها ممكن نقول ان احنا بس يهمنا انك انت تبقى عارفهم، وبعد ما تبقى انت عارفهم تعرف تحمي نفسك منهم ازاي، فعندك انت وعي على بس. الاقل تكون على وعي بيهم، عشان انت تكون على وعي بيهم عشان تحمي من الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي هي الغير مباشره، الطرق الغير مباشره اللي بيعتمد على اختراق عقلك الاول، وبعد كده بيتم اختراق جهازك. لكن الحاجات بقى الثغرات اللي هي المباشره ديت، طبعا يعني هتصعب الايام دي ان انت تكتشف ثغره بتقدر توصل على لقاعده البيانات، ان انت تقدر تسحب قواعد البيانات بتاعت الفيسبوك مثلا. ولكن مش مستحيل، يعني مش مستحيل، بس صعب. فدلوقتي عاد الثغرات اللي بتكتشفها عادت مثلا ايه، ثغرات ممكن ما تكونش يعني خطورتها على المستخدم كبيره. يعني انا مثلا انا جبت ثغرات في الفيسبوك، كان منها ان انا لازم الشخص يزور الصفحه بتاعتي، يزور مسار معين في الصفحه بتاعتي عشان اقدر ان انا ادخله على الموقع بتاعي. وفي ثغره ثانيه ان انا بعمل فيك فيريفيكيشن، ان انا ببعت لك اشعار مزور. ببعت لك اشعار مزور بان انت مثلا انا شاركت البوست بتاعك،
تمام. فانت بتدخل بتقول محمود شارك البوست بتاعي، فانت بتدخل مثلا تشوف ايه البوست بتاعك اللي اتشير ده، تيجي تبص تلاقيه بوست ليا انا، وانا اللي معدل في البوست، وانا اللي حاطط لينك معين سكامه مثلا او كذا. فدي برضو كانت غير مباشره، مش اكسس بقى ايه مباشر ان انت تخترق الصفحه. كان في برضو في 2013 او 14 تقريبا ثغره عن طريق بارامتر او لينك معين ببعته ليك، باخد مثلا ايه، يعني في مثلا لينك معين، انا مثلا انت بتعمل لي ادمن مثلا، او انا بعمل لك ادمن عندي في الصفحه، تمام. انا باخد البارامتر او اللينك ده، انا بعدل عليه، بخلي مثلا انا عارفك انت مثلا ماسك ادمن صفحه معينه، انا بغير بس الاي ديات، انا بغير الاي دي من صفحتي لصفحتك، والاي دي حسابي لحسابك، بحيث ان انت وببعت لك اللينك، اول ما بتضغط عليه كان بيحصل ايه، كأن انت عينتني ادمن عندك، مش العكس، مش انا اللي عينت نفسي. انت فهمت الفكره؟ والكلام ده حصل في الجروبات برضه. الكلام ده حصل في الجروبات. طب بس الفيسبوك حل الثغره دي ازاي؟ عمل ان انت لازم تحط باسورد عشان يتاكد ان انت ان انت فعلا عايز صاحب تعين الحساب. ادمن. فهمت الفكره؟ فكان الاول بيحصل عن طريق البارامتر ده او لينك معين بيتغير في الاي دي. انا نفسي استخدمت يعني طبعا انا كباحث امن، يعني ان انا بختبر اختراق في الفيسبوك، فلازم انا بطلع الحاجات دي. طبعا دي ما كانتش من اكتشافي، بس انا وصلت لها، ما كانتش من اكتشاف الثغره دي، بس انا وصلت لها، كانت في 2013 او 2014 تقريبا. ونفس الكلام حصلت للموبايل، ان انا بضيف عندك موبايلي رقم، يعني انا بضيف عندك رقمي، مجرد اما انت تضغط على اللينك بيتضاف رقمي عندك. اوكي. فاهم الفكره؟ بس برضه قال لك لازم برضه تدخل باسورد عشان ايه؟ عشان ناكد ان انت بالظبط. في ثغره برضه مكتشفها، في ثغره حاليا بس انا مش هقولها عشان ما ارضاش، ولكن ولا انا عايز اقوله هنا يا محمود ان يعني الناس متخيله ان كفيسبوك هو منصه يعني انترناشونال وحاجه كبيره وحاجه جامده قوي، فلا يعني من الصعب ان يتم اختراقي كحساب كاكونت فيسبوك وانا عامل مصادقه ثنائيه وانا عامل. انت لو انت عامل كل حاجه، الهاكينج ممكن يدخل لك عن طريق السوشيال انجينير، مش بيدخل لك عن طريق كل الكلام دوت. وصدقني هو في نوع من انواع الهاكينج البلاك هات. البلاك هات ده ممكن يعني فوق ما تتمرغ، يعني فوق دماغك ما تجيبك. يعني هو ممكن يجيب انت عامل ده كله، عامل كل ده، يدخل لك برضه من خلال ثغره في سيرفر خاص بالفيسبوك هو اكتشفها. يعني هو يقعد يشتغل على ثغره عشان يعرف يجي لك انت. هو في ناس هي بتقضي يعني حياتها كده، يعني بس ده بيبقى نادر، ده طبعا لما يبقى حد مستهدف يعني او ضحيه حاجه جامده جدا يعني. لو بس انا واحد انا عايز هو بص، اوصل ان في وعي، يعني عايز اوصل بس وعي ناس انه ده ممكن يبقى موجود. ليه لا؟ ما دام هو طبعا موجود خلاص، يبقى ممكن انا في وقت من يوم من الايام ممكن ابقى انا ضحيه. فانا ده اللي انا عايز بس اوصله للناس. وبرضه يعني استاذ حمدي هنا بيقول البرامج برضه اللي هي البرامج المضروبه اللي هي شبه الفيسبوك والميتا بيزنس، ما هي دي اللي احنا كنا بنقول عليها يا استاذ حمدي، اللي هو ينزل لك يقول لك ايه عشان تحمل الاستهدافات وتعمل استهدافات، تعمل حاجه كده جامده زحليقه قوي، فحمل اللينك ده او حمل البرنامج ده. فانت تحمل سواء بقى لينك لملفات او لبرامج، فكله طبعا في الايه، كله في بص سيسفونيا، وكله بيروح في ايه، كله يعني بيروح في رجلين يعني. طيب انا انا شفت محمود هنا، انا ازاي اقدر اعرف بقى ان انا حسابي متهاك؟ طب معلش عشان بس ثواني، عشان في مواضيع حلوه جدا عدت يعني. هو الاول لازم نعرف ان الفيسبوك اصلا فاتح حاجه اسمها باك باونتي بروجرام، يعني برنامج مكافحه الثغرات الامنيه، وده اغلب المواقع العالميه بتكون فاتحاه، بحيث ان انت كمتخصص في البنتريشن تيستنج او اختبار الاختراق، او في امن المعلومات بالاصح، كعام يعني، بتكتشف ثغرات عندهم. انت انت بتهاجم كايه، كمخترق.
كمخترق فانت بتكتشف ثغره، بس السياسات بقى ان انت ايه ما بتستغلهاش، انت بتبلغهم بيها، بتبعت بوك او بتبعت ريبورت، تقرير بالثغره بتجمع بالثغره والخطوره بتاعتها، والسكرين وهل عشان دي بتبقى ادله. بالظبط، وهل هي اصلا موجوده في الان سكور ولا لا؟ هل هي اصلا في السكور اللي انت محدده لي؟ يعني الفيسبوك بيحدد لك سكور معين، هل خطوره الثغرات معينه؟ طبعا في ثغرات بتكون خطيره بس مش مصنفه، فممكن يديك مكافاه وممكن لا. ممكن لو عايز يكبر دماغه التيم بتاع السكيورتي يقول لك لا لا هي مش في السكور بس كده يعني. فده كان في الغالب بيحصل معانا. ولكن فكل موقع عالمي، اغلب المواقع بيكون عامل برنامج المكافآت ده، فالناس بقى ايه بتقعد تكتشف بقى على حسب بقى خطوره الثغره. في بقى هاكرز بقى بيقدروا يوصلهم وما بيبلغوش، بيسربوا البيانات يبيعوها او ينشروها، او بيكون انتقام مثلا، او بيكون منافسه، وهكذا بيكون على اشكال كتير. طبعا نسيت برضو اتكلم على موضوع البيزنس اكونت. في اختراق عن طريق البيزنس اكونت، زي ما كنت اتكلمت في الاول، عن طريق ان في حد بيسمي البيزنس اكونت بتاعه فيريفيكيشن مثلا، او توثيق، ويحط العلامه الزرقاء على الايه، على صوره البروفايل بتاع الايه البيزنس اكونت بتاعك، وبيعمل انفيتيشن للايه، او بيعمل دعوه على اكسس لصفحه معينه، لان الحساب مدير الاعمال الفيسبوك بيتيح لك ان انت بتقدر تاخد اكسس على اي صفحه، ولكن بتبعت ريكويست او بتبعت طلب لصفحه معينه، ولكن الادمن اللي لازم يقبل. فلما الشخص ما بيكونش عنده وعي، فبيلاقي مثلا صفحه باسم فيريفيكيشن اكونت، ان الصفحه هتتوثق، هو هيفتكر بقى هيفتكر ان الصفحه هتتوثق، فايه هو لقى اللوجو مثلا كلمه فيريفيكيشن، ولقى الكلمه فيريفيكيشن بيقول لك بس ده هيوثقوها لي فاقبل. بالظبط، فهو ما ياخدش باله، لان هو لو كان ادمنز كتير بقى وما ياخدوش بالهم بقى، واحد منهم ما ياخدش باله فهيوافق، هيقول لك ايه ده الصفحه بتاعتي هتتوثق، فيعمل ايه؟ يعمل صح. وهنا بقى ايه تبدا المشكله، او ان انت تديله اكسس على الصفحه بالكامل، على حسب طبعا البرميشن اللي هو واخدها، هل هو اصلا واخد برميشن كادمن ولا اديتور، وهكذا. حتى في الحالتين بيكون الموضوع خطير، يعني حتى لو اديتور انت كده كده بتقدر تنشر، تقدر تعدل في بعض اعدادات الصفحه، بس طبعا مش هيكون ليك ان انت تحذف الصفحه او كده يعني. فدي برضو طريقه من الهندسه الاجتماعيه والاختراق عن طريق الايه البيزنس اكونت. طيب انا عايز اعرف بقى محمود، انا عايز اعرف دلوقتي انا ازاي اقول ان حسابي ده مخترق؟ اعرف منين؟ اول حاجه عشان تعرف ان حسابك مخترق ولا لا، انت طبيعي هتحس مثلا بيجي لك كل شويه فيريفيكيشن ان مثلا جهازك اتفتح من مكان وليكن من دوله كذا او من مكان كذا. طبعا ما تاخدش من الفيسبوك قوي، لان الفيسبوك عنده في اللوكيشن شويه لخبطه كده، ساعات بيقول لي او ساعات بيقول للاشخاص ده انت في حد فتح من القاهره، حد فتح حسابك من كذا، وبيكون انت نفس الشخص، انت اللي بتكون لسه فاتح. فهو ساعات بيخرب في الجي بي اس، ولكن هو المفروض لو بتيجي باستمرار، فانت بتراجع السيتنجز بتاعتك في السكيورتي، بتشوف هل اصلا في جهاز مختلف للموبايل عن الموبايل بتاعك ولا لا. في اوبشن يا جماعه، يعني هو بس تكمله الكلام محمود عشان الناس اللي ما تبقاش عارفه، هو في اوبشن عندنا في السيتنج في السكيور، لو دخلت عليه هتلاقي فيه لوجن اند سيشن، يعني الناس الجلسات اللي مفتوح منها الحساب بتاعك مفتوحه منين، فهو بيجيب لك الموبايل بتاعك، الديسكتوب بتاعك، اللابتوب بتاعك. فلو انت جيت، محمود بيقول لو انت جيت مثلا اوقات بتلاقي فيه، هو انت بتقول له مثلا هو انا فاتح منين، او الجهاز بتاعي ده مفتوح منين، فهو ساعات بيقول لك هو مفتوح من المكان الفلاني والمكان الفلاني. هو في ساعات بيبقى فيه تقييس. انا في مره كنت في الهرم وجايب لي ان انا فاتح في اول طريق الفيوم، فده حقيقه يعني. فده هو محمود ده بيتكلم ان بيبقى فيه تقييس في النقطه دي.
فهو انا عشان محمود بيقول لك عشان تتاكد اكتر ان انت بتشوف بتقارن الاجهزه اللي مفتوحه، فلو انت لقيت جهاز غير جهازك فهو انت كده في حد قاعد عندك على الاكونت بياكل وبيشرب بالظبط. وبيحلي وانت مش واخد بالك من اي حاجه. بالظبط، ده انت لازم بتتاكد منها. تاني حاجه، انت هتلاقي برضو يعني انت هتلاقي انت بتعمل لايكات لصفحات وكومنتات وتعليقات، بتعمل تعليقات من غير ما تحس او تيجي تبص تلاقي حد بيعمل لك لايك على لايك على اصلا كومنت انت ما عملتوش. فانت بتراجع برضو اخر الاكتيفيتي بتاعتك الاخيره، بتلاقيها غريبه مثلا، او صفحات انت ما عملتش اعجاب بيها. في الغالب دي بتكون برضو من ضمن طرق الاختراق، لان في ابلكيشنات او تطبيقات او مواقع بيطلب منك اكسس على الاكونت بتاعك، بياخد بريميشن عالي، بيقدر يعمل يتحكم في صفحاتك، يتحكم في جروباتك، يتحكم في كذا، عشان انت بتدخل يعني مثلا في خدمه معينه، بيجذبك لخدمه معينه في الموقع بتاعه، فيقول لك لازم الاول تسجل عن طريق الفيسبوك. تمام، عن طريق ابلكيشن في الفيسبوك، الابلكيشن اللي انا بتكلم عليه اللي بيتعمل من البيزنس اكونت. فالابلكيشن ده بياخد منك الاكسس توكن بتاعك. الاكسس توكن دي على حسب ده كود صلاحيات على الابلكيشن بتاعك، بيدي يعني على الابلكيشن بتاع الموقع بيديك صلاحيات معينه على حسب، بحيث يعني المفروض اصلا الاكسس توكن ده بيستخدم في خدمات للمواقع او لتطبيقات على الفيسبوك. بس في ناس بيستخدمها غلط، يعني ناس بيستخدم مثلا دلوقتي سيرفرات. دلوقتي انت مثلا لو عايز تكبر صفحتك فانا بقوم بتجيب ايه شاري مجموعه من اكسس توكن. بالظبط، شاري منك بقى ايه الافات الاكسس توكن. طب الاكسس توكن دول بيجوا منين؟ بيجوا من الناس الضحايا اللي بتخش على التطبيقات بتاعت المواقع بتاعت العاب. شوف مش عارف سنك كام. انا برضو حذرت ناس قبل كده كتير من موضوع خلي بالك من موضوع ان يقول لك شوف السن بتاعك كام، شوف انت شبه مين. شفت انت الابلكيشنات اللي بتطلع ترندات في والله الايام العظيم يا الاخيره دي؟ محمود انا بنبه على الموضوع ده في المحاضرات يمكن من تمام. 2017. والله العظيم من 2017 يا جماعه. البرامج اللي هي بتبقى شبه اللي هو اعرف سنك بعد اعرف شكلك هو كان بعد 5 سنين. هو كان الاول اعرف بصراحه كان اعرف فين حبيبك هو كان الاول المستقبلي. ما هو الفيسبوك تدخلوش. على البدايه الموضوع شويه، ولكن كان مم. الاول فعال جدا، والناس كانت بتسحب بالكم الف اكسس توكن. واعرف ناس كانت بتعمل لايكات لنفسها، بتجيب لايكات لنفسها بالكم مليون عن طريق الاكسس توكن ده او السيرفرات. فدي برضو من طرق الايه الاختراق. فانا بس عايز برضو ان انا اتكلم طريقه الاختراق وازاي تحمي منها في نفس الوقت عشان ما انساش. فانت ازاي تعرف ان انت برضو حد واخد عليك اكسس ولا لا؟ بتدخل عندك في برضو في الاعدادات، وبعدين التطبيقات. هتلاقي التطبيقات كلها اللي انت مشترك فيها او عاطلها اكسس ان هو ياخد منك صلاحيات معينه. فانت بتلغي بتحذف التطبيقات ديت، التطبيقات اللي انت ما تعرفهاش. لان في تطبيقات مثلا انت تطبيق زي ساوند كلاود، فهو طبعا بياخد اكسس عندك، بيطلب المعلومات العامه بتاعتك، ايميلك ومش عارف ايه، او اسمك او صورتك والكلام ده. لكن في تطبيقات ثانيه بتاخد اكسس غريب يعني. كامل. يقول لك شويه ويقول وهو لك ما انا عايز اكسس بيقراش الباسورد وهو بتاعك. ما بيقراش ايه الصلاحيات اللي الابلكيشن ده ياخدها. بالظبط. للاسف يعني هو في ما ناس كده مش بيقراش. عشان كده احنا بنوعي الناس. خلي بالك، لان ديت زي بالظبط لما تيجي تثبت تطبيق فبيطلب منك اكسس جامد. يعني مثلا في تطبيق مثلا كلعبه، فهو بيطلب منك مثلا الكاميرا. طب انت عايز الكاميرا مثلا لو لعبه ما فيهاش كاميرا اصلا، انت عايز الكاميرا ليه؟ فاهم الفكره؟ انت طالب باكسس على الكاميرا ليه وانت اصلا اللعبه ما فيهاش حاجه في الكاميرا، مش هتتكلم فيديو فيها او كده. فالتطبيقات دي بتشك فيها فبتشيلها على طول. فنفس الكلام برضو في الابلكيشنات اللي هي على البروفايلات بتاعتك. انت في موقع مثلا يطلب منك صلاحيات بالكتب، بيظهر الصلاحيات الموجوده، بس في ناس بتتخطاها على طول وبتوافق على طول، ودي المشكله. عشان كده بنوعي الناس. فانت هتحمي من نفسك، بتدخل على الاعدادات، وبعدين هتلاقي تطبيقات اللي واخده على حسابك صلاحيات تحذفها. تمام. لو تطبيقات مش موثوق فيها او تطبيقات يعني
زي الساوند كلاود مثلا، اللي يعني انت تطبيقات شايف ما عليها تكونش اكسس معروفه. عالي ومش موثوق فيه، وانت مش فاكر اصلا ان ده اخدته امتى. بالظبط. طب محمود، ولو انا دلوقتي صفحتي اتسرقت اعمل ايه؟ وده السؤال بقى اللي هو ايه كل الناس يعني منتظراه. انا دلوقتي حبيت البيج بتاعتي اتسرقت، اعمل ايه بقى؟ قول عليه العوض. بص، هو المفروض الطبيعي ان صفحتك لما تخترق بيكون في فورم معين تبع الفيسبوك موجود فعلا، وبيقدر عن طريق الفورم ده بيظهر لك الصفحات اللي انت اتحسبت منها. تمام. فانت بتختار بقى ايه الصفحه، اسم الصفحه بتاعتك هتلاقيها ظهرت. انت بتختار وبتقول للفيسبوك ان ايه، ان ايوه انا يعني اتحذفت من الصفحه دي. بعد كده بتعمل سند. فهو بقى ايه الفيسبوك المفروض بيراجع، بياخد فتره كده بيراجع فيها وبيشوف هل فعلا دي صفحتك ولا لا. وبعد كده في حد بيقول لا تاني، معلش النقطه دي النقطه قصدك النقطه بتاعت ايه بالظبط؟ عشان انا تهت انا كمان. هو في بس استاذ حمدي قبل ما علي ما يقول لنا النقطه بتاعته ايه، او النقطه اللي عايز نعيدها يعني. استاذ حمدي هنا مشاير، حاطط هنا على الشات، حاطط شكل بقول لك صوره. الصفحه المسروقه. ماشي، انا هعيد الخطوات من جديد تاني. في كان ساعات بيجي لي، وانا نبهت الكلام ده عندي على الفيسبوك وقلت من فتره، ساعات بيجي لك مسجات على الواتساب دلوقتي، او بيجي لك على لينكد ان يقول لك يعني احنا عارفين انت شغال بتاع تسويق، وان انت حد جامد جدا، واحنا شركتنا شركه عالميه، وحبينا ان احنا نتواصل معاك لان احنا شفنا البروفايل بتاعك ولقيناك ان انت شخص مميز جدا، واحنا عايزين نتواصل معاك. احنا بنعمل اعلانات ب $500,000 ب $700,000. انا كنت عايز فاحنا اكلمك في النقطه دي. اخترناك انت، فانت عشان تعرف تفاصيل الشغل بتاعتنا كلها بالكامل، خد اللينك دوت وحمله. واحنا المرتب بتاعنا بيبدا من 3000 و4000 دولار، واحنا ما بيهمناش، واحنا بيجذبك عينات زي ما اتكلمنا في الاول. زي ما اتكلمنا في الاول ان هو بيجذبك بيدخل بمدخلك انت، الثغره بتاعتك انت. بيعرف انت بالظبط. اهتمامك لايه. انت مثلا لو يوتيوبر، فاليوتيوبر بتحط في الاباوت بتاعتك في اليوتيوب الايميل بتاعك البيزنس، عشان اي حد يبعت لك انا عايز اعلان وخد كام الف مش عارف ايه عشان ايه كذا. فانت مستعد اصلا، دي اصلا في حد ذاتها ثغره. ثغره كوعي يعني، او مش كوعي، على حسب بقى. طبعا في قنوات ناس تقيله على فكره كتير اتسرقت صح. بالطرق دي. اتسرقت بالطرق دي. فهو فهو بيجذبك عن طريق، بيقوم باعت لك بقى على الايميل يقول لك ده في مش عارف عايزين اعلان بكام الف دولار فعلا، ويجذبك. وبعد كده انت بتدخل وتشوف ايه الدنيا. طبعا لازم هتدخل لان اعلان وفلوس ومش عارف ايه، فيدخل لك من المبدا ده ويحمل لك ملف، او على حسب اسلوب الاختراق بتاعه. ممكن احمل لك زي ما قلت ملف بيلود سيرفر فيروس رانسام وير بتاع الفيديا اللي هو منتشر الايام دي. ممكن يبعت لك اسكامه ان انت تسجل بياناتك عن طريق جوجل. ممكن برضه عن طريق جوجل فورم يقول لك كده ابعت الداتا واحنا انت ممكن حد يبعت لك على اساس ان هو جوجل فورم. انا شفت على فكره اعلانات مموله ان هو وظيفه تبع جوجل، كانها وظيفه تبع جوجل، ويبعت لك جوجل فورم ويحط صوره شركه جوجل فوق. فاهم الفكره ازاي؟ وشفت على يعني يا جماعه ما يعني احنا بنضحك بس عشان ايه؟ بنضحك ان مش عشان ان في ناس بتقع، لا، لان هو لا الحاجات دي لحظيا، يعني هو بيلعب على على الاسلوب نفسه. تفكيرك لحظيا اول ما بتقرا البوست. دي اللي احنا بنسميها في الهاكينج السوشيال انجينير يعني. فهو بيلعب لحظيا على تفكيرك في وقت البوست. انت ممكن منطقيا بعد كده لو جيت فكرت فيها منطقيا هتلاقي الموضوع ايه ده، وانا ازاي عملت حاجه زي كده يعني. بس لو فكرت فيها، بس انت هو بيلحق ان انت ما يلحقش يخليك تفكر فيه، فيك تاخد اكشن على طول. هو باختصار السوشيال انجينيرنج عشان الناس اللي ما فهمتش مش فاهمه يعني ايه. يعني المستخدم او يعني المخترق بياخد منك بيانات، بيجمع عنك بيانات، وبعد كده يستغلك بطريقه غير مباشره بحيث ان هو يقدر يوصل لك بيانات معينه عايز يوصلها لك، او ياخد منك داتا
انت بطرق غير مباشره انت ما تاخدش بالك منه. يعني مثلا ممكن يطلب منك مثلا يكلمك فترات ويقول لك ايه هات ممكن مثلا رابط ايميلك لما ابعت لك رابط الكورس بتاعك مثلا، الكورس بتاعي اللي هو غالي ده، او ابعت ايميلك بسرعه عشان انت تكون اول واحد ابعته لك، فجمع عنك الايميل بتاعك بطريقه غير مباشره. انت مش هتشك، انت هتقول مين يا عم اللي مش هيجي في دماغك اصلا. ممكن يبعت رقمك، ممكن يكلم حد صاحبك عايز رقمك وهكذا. ففي بيبقى طرق غير مباشره، وكل واحد ليه اسلوب على حسب الشخص يعني ايه خبرته ايه في المجال ده، على حسب بقى مع الوقت واساليبه والاستغلال بيستغل الايه عقل الضحيه. على فكره شركات كبيره الايام اللي فاتت اخترقت عن طريق الهندسه الاجتماعيه. كان اخر شركه اخترقت شركه اوبر عن طريق الهندسه الاجتماعيه. واحد صغير شاب صغير عنده كام 20 سنه اخترق دماغ واحد عميل في انا مش فاكر الاسلوب قوي اللي هو استخدمه، ولكن اللي انا فاكره ان هو لعب على خدمه العملاء، يعني لعب على خدمه العملاء ويقدر ياخد اكسس على الشركه نفسها. والشركه ساعتها طلبت سايبر سكيورتي بطريقه فظيعه. انا شفت ساعتها اعلانات على لينكد ان كانت بتجيلي من اوبر كبيره جدا، فجاه عايزين مش عارف ايه، عايزين بعد لما حصل الموضوع ده. فهو يعني في الهندسه الاجتماعيه دي بيعتمد عليها المخترق بنسبه 80% من عمليات الاختراق بتاعته. وعشان ما نروحش بعيد بقى نروح لموضوع ازاي تسترجع صفحتك ازاي استرجع بقى بعد ما حسابي او تخترق. صفحتي المسروقه. طب نشرح الحساب الاول ازاي تسترجعه ولا الصفحه؟ يعني سواء صفحه او حساب، يعني شوف ابدا، ممكن ابدا بالاكونت الاول وبعد كده نخش على الصفحه. طيب تمام. عشان تسترجع صفحتك اكونتك بعد ما يتم عمليه الاختراق، اول حاجه لازم بتتوجه على موبايلك او الجهاز انت بتستخدمه. يعني انت فتحت حسابك عليه كتير، ده اول خطوه. تمام. لان الفيسبوك بيكون مسجل الداتا بتاعت الموبايل، بيسجل الداتا بتاعت الحساب على الموبايل بتاعك، فبيقدر يراقب. والاي بي بتاعك، الاي بي ادرس اللي هو عنوان بتاعك على النت، فهو بيكون مسجل الداتا بتاعتك دي، فبيعرف ان انت فعلا صاحب الحساب. فبتلاقي بيظهر لك انت بتيجي تعمل نسيت الباسورد مثلا، بيظهر لك خطوه ان انت بتفعل الايه، ان انت ترفع بطاقتك، او ان انت تدخل مثلا على الدومين بتاع الفيسبوك www.facebook.com/hacked.com، قصدي هاكد بس. يعني بعد دومين الفيسبوك دوت كوم بعد .com/hack هاكد يعني مخترق، يعني معنى الكلام مخترق. تمام. اللينك ده انت بتخش منه لما بيتم اختراقك من الموبايل اللي انت مستخدمه اصلا قبل كده، بتستخدمه على طول. ما ينفعش تروح تستخدم على جهاز جديد. فيسبوك هيقول لك لا انت مش صاحب الاكونت، فهو مش هيظهر لك اصلا خطوات ان انت تسترجع. فهمت الفكره؟ فلازم اول حاجه ان انت بتخش من بروفايل من جهاز انت بتستخدمه على طول، كان اللابتوب او الموبايل، لان ملفات الكوكيز بتحافظ عندك على ملفات الارتباط، بتحافظ عندك على الجهاز. فالفيسبوك بيرجع لها زي ما قلت. ملفات الارتباط دي بتكون ايه؟ الداتا بتاعتك اللي هي البرايفت بتاعتك، السيشن بتاعتك. انا بيجي انا اشوف البتاع في الاخر بقى، نشوف التعليقات في الاخر. نشوف سؤالك. طب يا استاذ حمدي في الاخر كمل يا محمد. كمل يا محمد عشان ما ننساش بس، لان الطرق كتير والموضوع كبير بصراحه. يبقى ايه اول طريقه ان احنا بندخل عن طريق اللينك بتاع اللي هو facebook.com/hack، وبدخل من اخر جهاز انا فتحت فيه الاكونت بتاعي او بفتح الاكونت بتاعي باستمرار. دي اول طريقه على الاجهزه دي. تمام. بعد كده تمام. شكل الناس ما شافتش اللينك ماشي، مش مهم. بعد كده بقى ايه، بتاخد خطواتك العاديه اللي انت نسيت الباسورد. وطبعا لما بتدخل على اللينك اللي انا قلت عليه ده، بيقوم ظاهر لك هل انت تم اختراقك، بتقول له ايوه. هيقول لك ايه الطرق اللي انت تقدر تسترجع بيها الاكونت بتاعك. بتكتب الايميل بتاعك، رقم التليفون، ان المخترق غيرهم، انت بتكتب اسمك.
انت بتكتب اسمك مكان الايميل. تمام، هيجيب لك البروفايلات كده، انت بتختار الاكونت بتاعك منه. تمام. بعد كده هتختار الاكونت بتاعك، هيقول لك ارفع بطاقه الهويه بتاعتك، او اللي هي البطاقه الشخصيه بتاعتك. فانت بترفع بطاقه الشخصيه بتاعتك، هو بيراجع الفيسبوك، بيراجع بيشوف هل تاريخ الميلاد والاسم، طبعا ديت كتنويه برضو، خلي بالك لازم تاريخ الميلاد بتاعك باليوم يكون مظبوط مع حسابك الفيسبوك او حساباتك الشخصيه، لان دي اول حاجه بيراجعها الفيسبوك، هي بطاقتك الشخصيه، هي اللي بتثبت ان انت صاحب الحساب اصلا ولا لا. لكن لو انت كاتب تاريخ ميلاد غلط، هيقول لك لا انت مش صاحب الحساب. فانت بترفع بطاقتك الهويه دي او البطاقه الشخصيه، وبعد كده بيبعت لك على بعد المراجعه بيبعت لك على الايميل بتاعك، الايميل اللي هو هيقول لك حط ايميل جديد ان احنا نتواصل معاك عليه. فانت بتحط الايميل بتاعك، ايميل تاني غير الايميل الاكونت، بيبعت لك بقى الفيسبوك عليه ويقول لك ان احنا ايه راجعنا الاكونت بتاعك، وغير بقى ايه، خد اللينك ده غير الباسورد بتاعك. تمام. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان انت لما بتكون رابط الاكونت بتاعك باكونت انستجرام، بتقدر ان انت عن طريق الاعدادات بتاعتك في انستجرام، بتقدر ان انت يعني انت مثلا بتمسح بتعمل كلير داتا للفيسبوك. انت بتيجي اصلا تدخل على الفيسبوك بيقول لك لوجين ويز انستجرام، تدخل تسجل دخول عن طريق الانستجرام. فانت بتعمل موافق، وده ما ظهرتش معاك اعمل كلير للداتا بتاعتك من الموبايل نفسه، اعمل اضغط على يعني ادخل على الابس بتاعتك وادخل على الفيسبوك والاعدادات بتاع الفيسبوك واعمل كلير داتا اللي هي الكاش، كلير داتا غير الكاش كمان، كلير في كلير للداتا وفي كلير للكاش المؤقت. اوكي اللي هي الذاكره مؤقته. تمام. فانت بتدخل عن طريق الايه الانستجرام، وبتقدر بقى ايه تدخل تغير الباسورد بتاعك. تمام. طب لو صفحه بقى يا محمود، لو صفحه بقى في لينك معين انا هنشره في بعد اللايف، انا ممكن بعد اللايف انت انشر لنا كده مجموعه اللينكات اللي ممكن الناس تستفيد منها بعد اللايف، بحيث ان احنا يعني سواء ناس شايفانا على الفيسبوك او ناس حتى بتشوفنا على اليوتيوب، فهيلاقوا اللينكات يبقوا يقدروا يستفيدوا منها في تقديم طلب للفيسبوك، في الاكونت، في الهاكينج، في الصفحات وهكذا. وانا عامه فعلا بنشر الحاجات ديت على حسابي، ونشرها كتير قبل كده، بس هنشرها تاني عشان ما تبحثش كتير. فعشان تسترجع بقى الصفحه بتاعتك في فورم معين كده، انت بتدخل بتلاقي الصفحه المحذوفه فين علي عشان يركز في النقطه دي. ان انت بتدخل، لما بتدخل اللينك ده بتلاقي الايه الاكونت، بتلاقي الصفحات المحذوف منها بتظهر لك. طبعا لما في الصفحات المحذوف منها بتظهر لك، لكن المحذوف منها بتظهر لك، بتختارها، بتعمل سند للفيسبوك ان انا فعلا كنت ادمن الصفحه ديت وانا عايز ارجع للصفحه دي. وعلى فكره خلي بالك برضو من النقطه ديت، لان في ناس بتستغل النقطه دي في ان هو بيخلي حد يعمله ادمن، وبعد كده بيمسحه، وبعد كده بيعمل رجوع للصفحه تاني. صح. او الناس اللي هي بتبيع الصفحات، خلي بالك برضه لما تيجي تشتري صفحه، واحد مثلا بيبيع لك الصفحه، وبعد كده بيقوم ايه ساحبها تاني عن طريق الطريقه دي. تمام. انت رحت فين يا هندسه؟ في حد تاني معاك يا حبيبي؟ لا هو علي كده حب يدخل معانا، اتفضل اشرب شاي معاك. فدي الطريقه الاولى. يا ريت والله، يا ريت شاي. كمل يا هندسه، كمل. الطريقه الثانيه بقى عن طريق ايه البيزنس سبورت. يا اما عايز تدخل، لو انت مش عارف توصل للبيزنس سبورت منين، طبعا من اكتر من مكان في البروفايل بتاعك، هتلاقي حتى في الاعدادات او في تحت اسمك، او ان انت تكتب في جوجل كلمه بيزنس فيسبوك سبورت، تدخل لدعم الاكونتات بتاعت البيزنس او اللي هي مدير الاعمال. بعد كده بتدخل على مشاكل الصفحات. فالفيسبوك بقى
بتدخل معاهم لايف. بس طبعا لو انت حسابك مدير الاعمال بتاعك شغال مش واخد بلوك زي يعني. فانت لو تمام الحساب بتاعك البيزنس شغال، بتقوم داخل على السبورت لايف سبورت، وبتقوم مكلمه على او مختار بقى مشكله الصفحات، ان انا عندي مشكله في الصفحات، فهو بيكلمك اللي بيقوم محولينك على الشات بتاع الفيسبوك، السبورت بتاع الفيسبوك على الاكونت بتاعك. طبعا انت بتكون فاتح اصلا الحساب بتاعك من نفس البروفايل، يعني من نفس المتصفح. وطبعا لينك الصفحه برضو اللي انت بتدخلها عشان تلاقي صفحتك، فانت لازم تفتح برضو بروفايلك من نفس المتصفح اللي انت فاتح منه اللينك. خلي بالك من النقطه دي، ما تكونش فاتح من متصفح مثلا ماسنجر او الواتس، لا انت تتاكد ان انت واخد اللينك كده وحاطه في جوجل كروم مثلا، وتكون فاتح حسابك البروفايل بتاعك على مسجل دخول على جوجل كروم، عشان يظهر لك اصلا الصفحات بتاعتك، يكون في اكسس على اللينك ده، الفورم ده، فيظهر لك الصفحات. انت فاهم؟ لان الناس بتتلخبط، بتدخل اصلا من متصفح غير المتصفح اللي هي دخلت منه اللينك، فايه ما بتلاقيش الصفحات اللي هي محذوفه منها اصلا، فبتقول لك ايه ده الصفحه ما ظهرتليش. فعشان كده لازم تخلي بالك من النقطه دي. تمام. فالطريقه الثانيه اللي انا قلت عليها ان انت بتتكلم الدعم بقى مباشر، وهو بتقول له ان انا الصفحه بتاعتي اخترقت. معايا هندسه؟ معاك يا حبيبي، معاك يا حبيبي. هو بس حد الصوت عنده. فهي دي الطريقتين اللي بتسترجع بقى الصفحه. طبعا انت اكيد يعني مش هيكون فيه ان انت يعني في طريقه ثانيه بقى ان انت تحاول بقى ايه تخترق المخترق نفسه. بس طبعا مش يعني ما ينفعش اصلا، فاهم؟ طبعا الطريقه الثالثه بقى او الرابعه بقى ان انت بتاخد اجراءاتك القانونيه بقى، بتتكلم مباحث الانترنت. اوكي طيب، يعني لو انا عايز ابدا اخد وعي امني شويه، عايز اتعلم الحمايه، وعايز ابدا امشي في المجال ده شويه عشان افهم لنفسي، ممكن تنصح الناس بايه يا محمود؟ هو طبعا مجال امن المعلومات كبير جدا، فانت مش لازم تكون تتخصص فيه عشان يكون عندك الوعي. فانت الاحسن ان انت تتابع الناس اللي هي بتوعيك باستمرار. يعني مثلا احنا بنحاول نوعي الناس بقدر المستطاع، وغيري برضو في ناس في المجال بيقعدوا يوعوا الناس، وتتفرج على حلقات معينه. بس تخلي بالك برضو تراجع يعني خبره الناس ديت، وهل هي انجازاتها ايه في المجال. لان الايام دي في ناس كتير بتقول لك انا انا كسايبر سكيورتي دلوقتي مثلا، ويقعد يطلع على القنوات، ومع احترامي طبعا للجميع، ولكن في بعض الناس كده يعني للاسف بتضل الناس، مش بتوعيهم. فانت تحاول تشوف انجازات الناس، هل فعلا انت عامل ايه، وهل فعلا ليك انجازات في كذا ولا لا، وهل فعلا معلوماتك صح ولا لا كده يعني. انت طبعا مش هتاكد من المعلومه، بس هتاكد من الانجازات نفسها. فبتتابع الناس دي. وبرضه انا عامل كتاب اسمه فن اختراق العقول، سوشيال انجينيرنج. الكتاب ده بيوعيك من مخاطر النت واغلب طرق الهندسه الاجتماعيه اللي بيتم استغلالك فيها في جميع المجالات، يعني اختراق الايميلات، اختراق الاجهزه، اختراق المواقع، يعني ازاي بيتم استغلال الهندسه الاجتماعيه في الاختراقات دي. طبعا الكتاب ده بصيغه PDF، وبرضه يعني هو غير مجاني، ولكن برضه عشان الناس اللي بتتابعنا فهو هيكون فيه خصم 50% ان شاء الله. قول لنا بس ان انت جاي من اللايف بتاعنا، وانا ان شاء الله اعمل لك الخصم يعني بامانه يعني. زي ما قلت بقى بتتابع الناس دي، وبرضه تقرا كتب وبتشوف فيديوهات باستمرار. ومش شرط زي ما قلت ان انت تتخصص اصلا في المجال ده، لان طبعا انت اكيد اللي بيكون لك شغلك، وهتتشتت لو فضلت تدخل في كل مجال. ونصيحتي لاي حد ما يقعدش يدخل في مجالات كتير، لان كل ما بتدخل في مجال معين بتلاقيك مش هتطول اي حاجه. يعني انا فعلا دخلت في مجالات كتير جدا، وبقى عندي باك جراوند في حاجات كتير جدا في المجالات التقنيه والامن المعلومات والديجيتال ماركتنج ومش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن انا مقابل ده السنين اللي انا عشتها. يعني انا بادئ من المتشتت واكل دماغي.
يعني انا مقابل المجالات اللي انا دخلتها دي مقابلها عمري اللي انا قعدته في عالم النت. فانا مش عايزك برضو مش عايزك برضو ان انت تقعد تدخل المجال ده، ومن المجال ده اي حد يقول لك على المجال ده حلو وتروح وراه، ده المجال ده بيجيب هو فلوس. انت خد المجال يعني ادخل. انا رحت خدت درست المجال ده، درسته في 3 شهور تقريبا. يعني كانت دورة معمولة وكانت محاضرتين كل اسبوع. فانا رحت عادي مجال ايه زي بالظبط؟ رحت درست مجال الموضوع ايه؟ من باب يعني انا رحت درست الموضوع من باب ان انا ابقى عندي وعي وابقى بدل بقى ما اخد بالظبط. كورس من هنا على كورس من هنا. فقلت يتلم في ايه؟ يتلم معايا في كورس. فرحت انا بقول درست الموضوع ده كان 3 شهور. انا بقول انت بتاخد وعي بطرق الاختراق. مش شرط ان انت ازاي يعني هاك. تحاول تتخصص. او ان انت بقى تثبت نظام اللينكس بقى، وتقعد ايه تجيب جهاز الفا وتعمل مش عارف ايه، عايز اخترق الواي فاي ومش عارف ايه. لا، مش لازم تتخصص، يعني فاهم. انت انت افهم بس افهم. افهم يعني بس افهم. تبقى شخص اه فاهم. اه وبالنسبه للنقطه دي، انت برضو النقطه دي برضو ما تحاولش ان انت تعمل كونكت على شبكه واي فاي في اي سايبر، في اي مش عارف فور فري. قهوه مثلا. لان بيحصل برضو ممكن واحد بيعمل لك عمليه فيشنج. الراجل في المنتصف ان هو بيقدر اصلا يعمل لك شبكه وهميه، وبيعمل اتاك على على الراوتر الرسمي، وبيسمي نفس الراوتر، وبيفتح لك الراوتر بيخليه اوبن. فانت بتدخل تلاقي بقى الشبكه مفتوحه، فبتفرح، فبيقدر يعمل ايه؟ يقدر يوصل للداتا بتاعتك. او يبقى راجل في المنتصف يقدر ان هو يسرق بياناتك، يقدر يوصل ياخد اكسس على جهازك، وهكذا. فبخلي بالك برضو من النقطه دي. ف انت بتاخد وعي بقى، يعني زي ما قلت انت بتتابع بس حاجات بسيطه، بتعرف طرق الاختراق. لا، خلي بالك من الفحره ديت عشان ما توقعش فيها. فانت ما تروحش تعدي على الفحره دي عشان عشان ما توقعش فيها. تمام. ف تعال بقى ناخد الاسئله يا محمود، بس نرد على اسئله الناس بدايه من عند استاذ حمدي. وهو بيقول هو ساعات بيجي له رساله على الموبايل برقم تاكيد الايميل او حساب الفيسبوك من غير ما يطلبه. فهو بيسال هل كده تم اختراقه ولا لا؟ تمام. بالنسبه للنقطه دي، ده في ناس بتحاول مثلا بيكون معاه رقمك، وليكن صديق مثلا، او واحد عرف يوصل لرقمك بالهندسه الاجتماعيه مثلا، او باي طريقه. فبيعمل ايه؟ بيعمل لوجن، تسجيل دخول على الفيسبوك بباسورد غلط مثلا، او كده، وبيعمل نسيت كلمه السر. تمام. فالفيسبوك بيقول له طب احنا عشان نتاكد ان انت صاحب الاكونت بتاعك، هو اصلا مش بتاعه، بس هو الفيسبوك ما يعرفش ده مين، ما يعرفش مين صاحب الحساب. فبيقول انت عشان نتاكد ان انت صاحب الاكونت بتاعك، فاحنا هنبعت لك فيريفيكيشن كود، اللي هو كود التاكيد للرقم بتاعك. فهو كده ممكن يكون في حد تمام. او بيحاول بس الايميل هو ما بتاعك. تمش اختراقه. يعني هو كده حد بيحاول بس هو ما تمش اختراقه. بيحاول بس امتى يتم. تمام. بس امتى يتم الاختراق؟ لما هو يعمل معاك انت كمان هندسه اجتماعيه، ويروح يكلمك على الواتس مثلا، يقول لك ايه، احنا شركه الفيسبوك الرسميه عايزين الكود مثلا الكود اللي جالك بتاع التاكيد عشان ما نقفلش حسابك مثلا. زي ودي ما اللي كان بيجي جالك، لبعض الناس. وطبعا لو جالك بعد كده ما تعبروش الكود ده، وبعته فعلا للاكونت او الرقم. ممكن واحد يكلمك من رقم امريكي عادي بيشتري ارقام، او في ارقام مجانيه كمان بتتعمل، او تطبيقات، فبيكلمك ويحط مش عارف صوره شركه الفيسبوك او الواتساب، ويقول لك ايه، يقول لك ابعت طبعا بيجيب لك رساله بقى ايه مقنعه، يعني الرساله بالانجليزي ومقنعه، ويقول لك الرساله بتاعت الفيسبوك فعلا او الواتس فعلا، يقول لك انت حسابك هيتقفل لو ما بعتش الفيريفيكيشن كود اللي هيتبعت لك. فانت تروح تاخد كذا. فانت لازم تعرف ان ما فيش شركه رسميه هتبعت لك رسمي بشكل رسمي كده، غير اشخاص هي اللي هتبعت. تمام. غير بقى على الايه، وانت بتحاول تسجل دخول بنفسك، يعني انت بتحاول تسجل دخول، فالفيسبوك قال لك ايه، طب احنا عايزين نتاكد منك، فاحنا هنبعت لك رساله على الايميل او رقم الموبايل. فانت في الحاله ديت انت عارف ان انت اللي بتسجل دخول، مش حد تاني. فانت بتاخد الكود وتحطه انت عندك انت بايدك، مش العكس، مش ان انت تبعته لحد او لشركه تكلمك
وتبعتها لهم، لانه لو خد الكود هيقوم مفعل بالاكونت يقدر يدخل على الايه، على على الاكونت. الحساب بتاعك. طب هو بالظبط. في سؤال تاني بيقول هل في جروب نقدر نشترك فيه بحيث ناخد الفيديو التسجيل؟ لا، الفيديو هينزل على عند محمود على صفحته، وهينزل على الصفحة عندي، ف مفيش ولا جروب ولا أي حاجة. لو في اكونت نسيب بياناته عايز استرجعها، ازاي ممكن ارجعها لو سمحتوا؟ هل ممكن اتكلم الدعم وازاي؟ طب هو لو كده في كده اكونت محمود هيسيب اللينكات تقريبا بتاع فكرة لو نسيت مثلا بياناتك او عايز تسترجع الحسابات، فمحمود هتلاقيه سايب لنا اللينكات دي كلها ان شاء الله اللي هو كان قال عليها، يعني قال لنا عليها كلها، اللي هي بتاعت فكرة انا قلت استرجاع. الموضوع موضوع الدعم ده. يعني سواء موضوع ان احنا عايزين نسترجع حساباتنا او ان احنا حابين نسترجع الصفحات، فمحمود هيبقى بعد اللايف ان شاء الله هينزل بوست عنده، وانا هشير البوست عندي عشان برضه تبقوا يعني بالنسبه سواء للناس عندي او برضو عند محمود تبقى الناس شايفه. بالنسبه للناس برضو اللي يعني في ناس بتكلمني كده، بتقول لي مثلا انا عايز استرجع الحساب بتاعي، تمام؟ طيب هل انت معاك ايه للاكونت بتاعك عشان تسترجع الحساب؟ تلاقيه ما مش مش معاه اي حاجه. معاه اي حاجه. طب انت هتفتح مثلا باب يعني من غير مفتاح ازاي؟ يعني مفيش اي حاجه خالص. اصل موضوع الثغرات وموضوع ان انا كنت افتح الاكونت والكلام ده من زمان، ده خلاص انتهى من 2012 2011 والكلام ده انتهى. عاد في ثغرات تانية يعني بعيده عن ان انت تفتح اكونت. انا عايزك تنسم الموضوع، فكره ان انا اخترق الاكونت مباشر دي، ان انا مثلا ثغره امنيه ان انا اوصل للايه، للداتابيز مباشر زي ما قلت، بيكون يعني نادر جدا. وبتكون ناس محترفه جدا وبيستغلوها لحاجات تانية، يستغلوها بقى لحاجات كبيره جدا. مش هو هيقعد بقى يسرق الاكونت بتاعك ويقعد مش عارف اكونت الكراش ومش عارف ايه. فانت تنسى الفكره دي خالص، اللي هي موضوع ان فانت لازم برضو معلش برضو ما تروحش تنسى لي الايميل الاكونت بتاعك اللي هو اصلا اساس الحساب بتاعك. وكمان ما فيش سؤال امان، وما فيش رقم موبايل او رقم الموبايل تقول لي اتغير او مش عارف اترمى او مش متسجل. فانا بقى يعني بصراحه الناس كتير كلمتني في حاجات كده غريبه يعني. فلازم يكون انت تكون بقى عندك الوعي اللي انت بقى ايه، تربط اكونت، تربط بايميل رسمي ليك يكون على جيميل شغال. يبقى خلي بالك برضو ان الياهو دلوقتي اخرك، او بعض المنصات اللي هي الدومينات بتاعت الايميل، خدمه الايميل البريد، بيكون الاكونت بتاعك نشط لمده سنه بس. فانت بعد السنه دي ممكن حد طبعا الايميل بيتحذف من عندهم، فممكن حد يقوم حاجز الدومين بتاع الايميل بتاعك ده، فيقوم سارق الاكونت الايه عن طريق الايميل. يعني انت مثلا، انا مثلا اسمي محمود صفوت @yahoo.com، تمام؟ فانا ما استعملتش الايميل بتاعي اصلا بتاع الياهو بقالي سنه او اكتر من سنه. بقالي سنتين ثلاثه، يروح واخد واحد داخل وعامل اكونت وباي باي بنفس الاسم محمود صفوت، تمام؟ ويروح يعمل لوجن على الفيسبوك فيلاقي اكونت مربوط بنفس الايميل، فيقوم ايه، يقوم عامل ايه، اعاده الباسورد، اعاده تغيير الباسورد، ويقوم ايه فاتح الاكونت بتاعه. انت فهمت الفكره؟ وموضوع زي ما قلت برضو، موضوع ان انت ما تحاولش ان انت تعمل نفس الباسورد على جميع المواقع. ليه؟ لان في مواقع كتير بيتم اختراقها، يتم تسريب الداتا بتاعتها. يعني بيتسرب الايميل بتاعك وملايين من الايميلات والباسوردات. ففي ناس بتروح تقعد تجرب بقى، تقعد تفتح الاكونتات دي. فلما بيفتح معاه اكونت او ما يفتحش معاه، فبيجرب على المواقع الثانيه، فممكن الاكونت يفتح تاني. يعني بيجرب على المواقع المشهوره، لو ما ينفعش على الفيسبوك فينفع على الانستجرام، ما ينفعش على الانستجرام ينفع على تويتر، ما ينفعش على تويتر ينفع على لينكد ان، وهكذا. وفي ادوات بتعمل تشيك ده تلقائي، في ادوات اصلا بتتعامل بلغه احنا برمجه عايزك برضه يا محمود تحط لنا لينكات اللي هي بتاعت لو عايز تعرف مثلا ان الايميل برضه بتاعك مخترق مثلا ده برضه. اكيد. ده اكيد يعني هنشره عايز تاني. مثلا تعرف مثلا لا، كان في موقع كنت قلت لك لو تفتكر اللي هو بيتشيك على اللينكات. اي نعم هو مش سكيور بنسبه 100% او مش بيطلع نتيجه بنسبه 100%، ولكن في بعض الاوقات يعني بيقفش حاجات. انا كنت بشوف ان هو في بعض الاوقات
كان بيقفش حاجات بالفعل يعني. فلو ده برضه موجود يا ريت. قصدك على موقع فيروس توتال. يعني موقع فيروس حاول توتال تضيف بصراحه. لينكات الناس بحيث ان تساعد الناس في حته الامان وحته موقع التواصل. فيروس توتال قوي، بصراحه قوي، وبيفحص عن طريق اكتر من ايميل، في قصدي اكتر من انتي فيروس. فهو بنسبه كبيره بيكتشف. ولكن انا قلت لما اتكلمنا ان هو مش بيفحص، يعني مش بيكتشف كل حاجه. ليه؟ لان زي ما قلت في مجال الاختراق ان حاجه اسمها التشفير، بتشفر الملف البيلود او السيرفر بتاعك بحيث ان هو يبقى كلين او مش باين لبرامج الانتي فيروس ان هو فيروس. فحتى اي انتي فيروس بيجي يفحص يقول لك لا ده ما فيهوش مشكله، ما فيهوش مشكله، ما فيهوش، لانه بيخفي القيم بتاعه الايه، القيم البرمجيه الخبيثه بتاعه الايه، الفيروس. طب هو انا استاذ حمدي بيقول لك طب يعني هو الايميل اللي بتاع مايكروسوفت ما هو هل برضه نفس القصه بتاعت الياهو؟ انا مش عارف والله، مش واخد بالي قوي، بس في اغلب المواقع دي اغلب الايميلات، النطاقات بتاعت الايميلات بتكون كده، لان هو مش هو شايفك انت نون اكتف، يعني مش اكتف على مش اكتف عليه. ما يعني عليه. هو انا دايما بقول للناس يعني خليكم في الايه، في اللي احنا نعرفه الجيميل يعني. يعني انا نفسي كنت اصلا كنت عامل ايميل على موقع روسي اللي هو دوت ايو، ميل دوت اريو ده. فانا كنت فعلا انا عندي اكتر من ايميل، فجيت ارجع لايميل كده بسترجع باكونت، قالوا لي لقيته اتحذف. فكلمت الدعم قالوا لي طب قول لي سنه انشاء الايميل. طب انا مش انت مش فاكر اصلا. فاكر. انا مش فاكر. طب مش عارف اقول لهم يا جدعان انا ابعت لكم البطاقه وابعت لكم بياناتي الشخصيه، يقول لك لا احنا عايزين حاجات معينه. فخلاص بقى، يعني في مواقع كتير هيقول لك احنا عندنا سيرفرات عليها داتا كتير، فليه هنسيب الناس اللي هي اصلا ما بتفتحش بقى لها كام سنه؟ فاهم؟ صح. فاحنا نمسح بقى الناس ديت، وبعد كده يجي لنا الناس الجديده اللي احنا نستفاد منها احسن، اللي هي بتكون اكتف باستمرار. فاهم الفكره؟ عشان كده بتحاول انت حاول تكون ناشط على طول على ايميلك. اعمل ايميل ليك، ما يكونش الايميل ده يعني مثلا ايميل الجيميل ما تخليش حد يعمله لك، لان لو حد عمله لك ممكن ياخد اكسس على الداتا بتاعتك كلها بتاعت الموبايل بتاعك. ممكن ياخد مثلا يفتح المعرض بتاعك بتاع الصور، بيعمل مزامنه وبيعرف مكان الخريطه بتاعتك، خطواتك كلها، يقدر يراقب اي حاجه عندك عن طريق ايميل الجيميل. بس يقدر يراقب الهيستوري بتاعتك، يشوف السجل بتاعك انت بتبحث عن ايه، اهتماماتك ايه، الكلام ده كله. فده موضوع خطير. غير الصور زي ما قلت، المعرض بياخد منك الصور بتاع المعرض. عشان كده تخلي بالك انت اللي تعمل الاكونت بتاع الايميل بتاع الجيميل بنفسك، والاحسن تعمل على جيميل ما تعملش على ياهو، لان الياهو ده خلاص ده كان ايام الروم والحاجات دي زمان. فانت فحاول اعمل تخليك في الجيميل افضل طبعا كايميل. لان جوجل نشطه باستمرار وخلاص، هي ماسكه كل حاجه. يعني جوجل دلوقتي تعتبر ماسكه الانجن بتاع السيرش، وماسكه جوجل بارت بتاع الذكاء الاصطناعي. والابلكيشنز كلها اصلا ماسكه المابس، ماسكه حتى جهه القبله، وماسكه وماسكه كمان المصادقه الثنائيه. في ابلكيشن خاص بالمصادقه الثنائيه اللي انت بتعملها على الاكونت بتاعك. في اصلا ابلكيشن بتاخد منه كود بيقعد يتغير باستمرار، فانت بتكون مسجله على الموبايل بتاعك، مثبته ورابطه بالاكونت بتاعك، بحيث ان ما حدش يعرف يدخل على الاكونت بتاعك غير بالكود ده. فانت اعمل جيميل وانت تعمله بنفسك، واختار باسورد قوي يكون مكون من اكتر من 10 خانات، اكتر من 10 ارقام يعني، او يعني بتختار ارقام بقى وحروف ورموز حروف، وكابيتال وسمول وكابيتال وارقام ورموز، ويكون اكتر من ايه، من 10 خانات او 10 10
هنقول رموز، سواء ما بين ارقام ما بين حروف، والحروف يبقى فيها كابيتال وسمول. وخلي بالك برضو، خلي بالك لما تيجي مثلا تدخل يعني موضوع السايبر، مش عارف لسه في ناس بتروح سايبر وكده ولا لا، بس بخلي بالك من موضوع السايبر والحاجات دي، لان في ناس بتثبت ملفات معينه خبيثه. ما تعملش سيف للباسورد بتاعك، لان السيف للباسورد بتاعك في المتصفح بيقدر عن طريق ادوات معينه ان هي تعرض الايه، تعرض الباسورد بتاعك. بالظبط. ففي ناس كانت بتشتغل على الموضوع دي اصلا، الناس تقعد تدخل على السايبر تقعد تجمع الايه، الباسوردات دي كلها. فانت بخلي بالك برضو من النقطه دي برضو بتسرق الاكونتات كلها، مش شرط فيسبوك بس، اي حاجه بتعمل سيف للباسورد بتاعك على المتصفح. حتى انا يعني حتى في طريقه يعني في طريقه بتقدر عن طريقها مثلا تسحب ملفات الارتباط المسجله في المتصفح، عن طريق مثلا ملف، عن طريق مثلا اكواد الجافا سكريبت مثلا في الموقع بتاعك، على حسب طبعا برضو المتصفح اصداره، وهكذا. ممكن حد يسحب السيشن بتاعتك. انت طبعا لما بتيجي تعمل اصلا يعني مثلا لما تيجي هقول لك، لما تيجي مثلا تيجي تقفل الكمبيوتر بتاعك وانت فاتح الاكونت بتاعك، وتفتح الكمبيوتر وتفتح المتصفح، تلاقي البروفايل بتاعك شغال. طب ازاي؟ دي حاجه اسمها سيشن. السيشن الجلسه ديت بتكون مسجله في المتصفح بتاعك، ففي ناس بتسرق السيشن المؤقته دي بحيث ان هو يقدر يوصل على ايه، يوصل للاكونت بتاعك، ان كان بقى بشكل عشوائي او بشكل مثلا اجمالي او بشكل استهدافي، ان هو مستهدفك مثلا ويسحب السيشن عن طريق ملف معين، او زي ما قلت موقع معين يسحبها مباشر. ممكن على فكره عن طريق لينك مباشر يسحب السيشن بتاعتك ويسجل بيها يعني مثلا بياخد السيشن بتاعته يبدلها بتاعتك. ادوات معينه في المتصفح بيبدل السيشن، فالفيسبوك يعني انا نفسي كنت عاملها في برنامج التسويق بتاعي، ببدل السيشن، بحفظ السيشن على عشان مثلا برنامج التسويق بتاعي اللي هو MS Text Sender ده، هل مثلا اخلي المستخدم يقعد كل شويه يدخل الفيسبوك بالايميل والباسورد؟ لا، انا بخليه يحفظ السيشن بتاعته على الجهاز بتاعه، بحيث اول ما بس يستخدم البرنامج يقوم مسجل دخول بس ايه تلقائي، بدون بقى ايه ما يقعد يسجل. فالسيشن ديت ساعات ممكن لو واحد مخترق عايز يستغل الموضوع شمال، بيقدر يسرق الجلسات دي. والجلسات دي بتكون في مواقع معينه بتعملها لفترات صغيره، وفي مواقع معينه بتعملها لفترات كبيره. يعني مثلا في موقع الفيسبوك مثلا ممكن يقول لك تقعد شهر عادي وانت فاتح الجلسه بتاعتك وانت فاتح البتاع، وفي مواقع تانية تقول لك لا احنا نغير السيشن كل شويه نطلب منك الايه، التسجيل الايميل والباسورد. فهمت الفكره ازاي؟ فكل دي انا بشكرك يا محمود طبعا. قول يا محمود، قول على طول حاجه. انا بقول لك ان في طرق كتير يعني، ومهما نتكلم في طرق كتير، بس انت على بقدر الامكان تحاول ان انت تجمع، يعني تكون عندك وعي بالطرق دي. انت خلاص خدت مني ان في طريقه كذا وكذا 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 وكذا، فخلاص خدت بالك ان لا، ما انت مش بعد كده مش هتدخل لينك معين، مش مثلا مش هتعين ادمنز كتير عندك في الصفحات، مش هتحط مثلا، هتعمل مصادقه ثنائيه، هتقوي الباسورد بتاعك ما تسيبوش بتاريخ ميلادك او من 1 ل6 ومن 6 ل1 مثلا. فانت لما المعلومات دي انت بقى بتاخد خلاص يكون عندك فاير وول، بحيث ان انت ايه ما تستخدمش الحاجات دي وما تقربش منها. فلما بتحصل لك بقى حد بيبعت لك او كذا، انت بتكون بقى ايه حذر. وخلي بالك ممكن الموضوع ده يجي لك من حد قريبك، لان حد قريبك ده بيكون مخترق مثلا. ودي حصلت، ده حصلت مش شخص الثقه ان خلاص بقى تقبل منه اي حاجه. انت ممكن برضو بتفحص الدومين نيم او اسم الرابط اللي مبعوت لك. مع الوقت طبعا انت قلت من نظره واحده بس خلاص بقيت عرفت ان الرابط ده مزور ولا لا، عن طريق بقى ايه خبرتك يعني. فانت بتكتشف ازاي برضو
اول حاجه البروتوكول بتبص عليه، البروتوكول اللي هو ايه؟ قبل الرابط بتلاقي HTTP HTTPS HTTP ده يعني ممكن حد يدخل طرف ثالث يراقب الداتا بتاعتك وممكن يخترقها، فدي اول ما بتشوفها بتبعد عنها. اي لينك بتشوفه بتبعد عنه. بس هل ده معناه ان HTTPS محمي بالكامل؟ لا مش محمي بالكامل، ولكن انا بقول لك مبدئيا اي HTTP ابعد عنه. بعد كده لو لقيت HTTPS بتروح للدومين نيم. هل مثلا الرابط الدومين نيم ده بقى ايه؟ اسم النطاق ده بيتحجز، يعني مثلا facebook.com ده بيتشرى بالملايين الدولارات، كلمه facebook.com بيتشرى بملايين الدولارات، فالاسم ده ما حدش يقدر يشتريه، تمام؟ ففي ناس بقى عايزه مخترقه بتحاول بقى ايه؟ تلعب في الحروف، مثلا كلمه فيسبوك بدل الايه مثلا تحطها مش عارف او، فانت ما تاخدش بالك، فانت تحاول تدقق في الايه؟ في الرابط، لو يعني الموضوع مهم، يعني الرابط جذاب ليك قوي، يعني ان انت خلاص هتموت، فايه؟ فانت بتكون بقى ايه؟ بتراجع الدومين نيم، هتلاقي facebook.com، تمام. طب بعد facebook.com هل في ايه؟ بيجز مثلا، هل جروبز مثلا، ولا في ابس، في تطبيقات هيدخلك على تطبيق تبع الفيسبوك؟ انت خلي بالك برضو من التطبيقات، لان في ناس عادت بتستغل السكامه او الصفحات المزوره على التطبيقات. هو بيدخلك برضو من دومين رسمي بس على تطبيق على الفيسبوك. الفيسبوك ممكن ما ياخدش باله، مش شرط ان كل حاجه على الفيسبوك تمام، فاهم؟ هو في عندهم نظام اسمه لينك شيم، النظام ده المفروض تلقائي بيكتشف الحاجات دي، بس طبعا هلس خالص، مفيش الكلام ده. في حاجات كتير جدا بتجربتي الشخصيه، حتى التجربه عليه بتتخطى، بس هو يعني الى حد ما بيحاول ان هو يكتشف الحاجات دي. فبرضو انت بتبص اول حاجه زي ما قلت لك على البروتوكول اللي هو HTTP، ابعد عن HTTP خليها HTTPS لما تكون كده. بعد كده بتروح على الدومين نيم اللي هو ده facebook.com، خلي بالك من كل حرف لان كل حرف بيفرق. في حد قبل كده دخل على حد بعت له قال له احنا البنك مش عارف ايه هنبعت لك فلوس ايه، فانا قلت له خلي بالك الموضوع نصب. قال لي طب احنا عايزين نعرف الموضوع برضو هيوصل لايه، او ايه الفكره، يعني هو متشوق عايز يعرف ايه النهائي وازاي نصب، ازاي لا البنك الرسمي نفس الصفحه الرسميه ومش عارف ايه. فانا قلت له خلاص هبعت لي الايميل اللي اتبعت لك ده وانا اشوف. طلع عامل ايه بقى؟ في حاجه اسمها هايبر لينك اللي هو الارتباط التشعبي، ان انت ايه؟ ان هو ممكن يكتب لك لينك رسمي facebook.com بس في الايميل لينك رسمي، وخلف اللينك ده بيكون لينك تاني مزور. ده اسمه الهايبر لينك. فهو الراجل عامل كده، كاتب اسم اللينك البنك الرسمي، تمام؟ طبعا لو حد غيري ما اعتقدش كان يكتشف الموضوع، يعني انا حتى ما اكتشفتوش بسهوله، يعني لان حتى ورا اللينك حاطط نفس دومين البنك، نفس اسم البنك، بس حرف بس صغير اللي متغير، فانت ما خدتش بالك. فانا بحثت على جوجل، واشوف على ويكيبيديا هل فعلا البنك ده موجود، الاقيه موجود في افريقيا فعلا. اجي ابص اراجع، احاول بقى ايه؟ اخد بقى ايه؟ واحده واحده، اشوف الدومين HTTP موجوده، HTTPS موجوده، اروح على الدومين نيم الاقي حرف بس واحد اللي متغير ونفس التصميم ونفس كل حاجه، ويبعت لك بقى على اساس ان احنا البنك ليك حواله وصلت لك، فانت ايه؟ طبعا هتلاقي ايميلات من ديت كتير يعني وصلت، بس الايميل ده كان مقنع زياده عن اللزوم. زي ما قلت لك كان حاطط عامل هايبر لينك الايميل، حاطط لك الرابط الرسمي على الايميل، وبيعمل بقى ارتباط تشعبي زي ما انت عارف، لو في المواقع بتعمل هايبر لينك على الايه؟ على الكلمه، بس ده عامل على الرابط، عامل هايبر لينك على الرابط. ناصح. فاهم الفكره؟ فانت تقول ايه ده اللينك الرسمي، فبتضغط فتلاقيه حولك، عامل لك ريدايركت على الايه؟ على اللينك المزور بتاعك. فبرضه خلي بالك من ايه؟ من الدومين نيم زي ما قلت، وخلي بالك من موضوع الهايبر لينك، لان ده برضه من اكتر اساليب الاختراق اللي بيتم اختراق فيها اصحاب القنوات اللي على يعني مستوى قليل في الوعي الامني. على فكره مش شرط ان انت تكون في مجال امن المعلومات وخلاص بقى ان انت ما يتمش اختراقك، يعني فاهم؟ مش لا شرط. كلنا معرضين بالظبط، بس كلنا انت معرضين.
بس انت تكون على وعي، تحاول على تكون على درجة وعي على درجة من وعي كاملة، الاساليب أو من الاساليب الأساسيات حتى. من الاساليب. مش شرط تكون برضو واخد شهاده ان انت خلاص. طبعا انت بتاخد شهاده بتتعرض لطرق كتير برضو عمليه الاختراق، بس بتكون مثلا محدده. يعني مثلا انت مثلا في البنتريشن تيستنج، اختبار الاختراق، فهي بتكون محدد. انت مثلا في السوق بتاع الشبكات، في النتورك مش عارف ايه، بتكون محدد. فمش شرط تكون ملم بطرق واساليب الاختراق. فهمت لا، الفكره واحنا ازاي؟ بنتكلم بس ان هم يبقى عندهم يا محمود الاساسيات، علشان بس يعني حتى الاساسيات غايبه، يعني ما انت الاساسيات في التعامل والاساسيات في الطرق والكلام اللي ساعات يعني زي ما انتشرت فتره كده من فترات، فكره اللي هي فودافون كاش، انت جالك مبروك، جالك هديه من احنا شركه فودافون او احنا شركه موبينيل، وبنقول لك مبروك كسبت معانا وهنحولك الجائزه على فودافون كاش، وانزل روح على فودافون كاش يقول لك يقول لك وموضوع اديني الراجل، وهوبا يروح ملبسك انت، يسحب هو الفلوس من الراجل بالظبط. ويدبسك انت مع الراجل. وطبعا دي كلها طرق واساسيات، يعني المفروض بيبقى فيها وعي وخلي بالكم بشكل برضو. كامل للناس. فانا معاك في دي يعني. وخلي بالكم برضو من موضوع ال 12 الايام اللي فاتت، ان بيجي لك على على الموبايل بتاعك ان تم ايقاف حسابك البنكي. لا، دي بقى لها سنه يا محمود، دي بقى لها انا سنه. فاهم، بس في ناس لحد دلوقتي مش على وعي بيها يعني. بس ما بقول لك المشكله، الفكره في الطرق ان هي ما بتنتشرش بشكل كبير، يعني ما حدش بيطلع يتكلم عليها. هو وفي اللي نفس الوقت اللي بقى وفي نفس الوقت يعني ما حدش بيطلع يتكلم عليها، واذا اتقرص مبلغ كبير قوي يعني بيطلع يصيح ويقول عليها، وده بيكون شخص عادي يعني. بس في طرق كتير، حتى لو الطرق بتاعت سنتين ثلاثه وجت اشتغلت مع الناس دلوقتي برضه تشتغل عادي، يعني خد بالك هي ملهاش علاقه بطرق جديده ولا قديمه، بس ليها علاقه بالوعي اللي احنا الوعي. بنقول. بالوعي والطريقه وعينا احنا ديت هي وثقافتنا جديده ولا احنا قديمه عند الشخص. يعني بالظبط الطريقه دي يعني. هي جديده ولا قديمه عند الشخص. ما ملهاش علاقه، هي لها علاقه بثقافتك في التعامل مع طريقه بالظبط. الاحتيال اللي بتدخل عليك، عشان كده وعشان كده المفروض بتشوف ظهر عشان كده مستريحين يكون وظهر. عشان كده المفروض الشركات بتعمل اويرنس او وعي عن الموظفين بتوعها، لان الموظفين دول معرضين الشركات. ده المفروض، ده اه المفروض. لا، بس ده في المفروض. شركات فعلا عادت بتعمل كده. في شركات عادت بتعمل كده، ان هي اه تاخد وعي بالكلام اللي احنا بنقوله ده. ليه؟ لان موظف لو مش واخد باله، والشركه كبيره بقى ومكسره الدنيا، ويجي موظف لسه ما مش فاهم حاجه واخد مش عارف ايه، واحد يقنعه يخليه يثبت سيرفر او ملف على الجهاز بتاعه، ياكسس على السيرفر كله، او ياكسس على الايه، او يفتح رانسوم وير عنده ويشفر الداتا كلها، او يضيع الدنيا بموظف. فدلوقتي عدد الاستغلال زي ما قلت 80% من عمليات الاختراق بيتم عن طريق الهندسه الاجتماعيه. ان انت تقنع الاسئله بان كده، ان انت تقنع المستخدم، او تخدع الضحيه، او تخدع المستخدم، او ان انت تخترق عقل المستخدم. يعني ديت ثغره فعلا موجوده في البشر، واللي عمرها ما تنتهي ابدا، الا وبتعتمد على مدى وعيك بالمجال نفسه، او بالطرق نفسها. فانت بص، كل ما هو بتعمل هنا وعي. حمدي معاه سؤال، بيقول لك ان هو عنده موقع الشركه، في حد مستلم تعليقات على البلوج بلينك والايميل، يعني بيعلق كل مره بايميل مختلف، وحتى هو غير التصميم وبرضه نفس الكلام. فطبعا انا نصيحتي دايما في الحته دي، المفروض اي ويب سايت دلوقتي لما باجي بسلم اي ويب سايت لعميل، انا ببعته في حد بتعامل معاه اسمه دكتور مايكل، ببعت له الويب سايت، بقول له تشيك على الويب سايت قول لي ايه الثغرات اللي موجوده، الثغرات الامنيه اللي موجوده فيه، عشان اقفلها عندي خالص. فده بيبقى التكلفه، يعني انا لما هبعت الويب سايت لمحمد دلوقتي، خد يا محمود الويب سايت يا محمود، خد يا محمود الويب سايت، وشوف لي ايه المشكله، او شوف لي ايه الثغرات الامنيه اللي ممكن تكون موجوده. فمحمود بيتحاسب وقتها حتى بالساعه، بيجي يقول لك والله انت عندك الثغره الفلانيه والعلانيه، وبيديك تقارير بيها وبيديك بيها سكرينات، ويجي يقول لك حل المشكله دي. فدي بقت وظيفه دلوقتي، ودي موجوده. انا كخالد بعمل ده، داخل دلوقتي تقريبا في السنه بعمل ده. انا اي ويب سايت بعمل له عميل قبل ما بسلمه له، بس ما بحطش تكلفه، يعني التكلفه دي انا بحطها على الويب سايت وانا بسعر
الويب سايت بتاعي للعميل. ليه؟ لان العميل مش هقول له اصلك استنى نتشيك عليه، يقول لك ده شغلك. وابسط حاجه يعني هو يجهل ان دي مش بتاعتك انت، بس يقول لك ده شغلك يعني. فانا شايف يا استاذ حمدي ان انت الويب سايت ده تشيك عليه، خلي محمود يتشيك لك مثلا عليه بتكلفه ما، وبعديها بتقدر هو يقول لك الثغرات مثلا اللي موجوده فين معاك مثلا في الويب سايت. لان ممكن وارد اصلا ما يكونش التعليقات اللي بتيجي دي، وارد ما يكونش هاكينج، وارد يكون في مشكله تقنيه عندك في السيرفر بتاعك، زي ما كان بيحصل عندي ساعات على الويب سايت عندي. فخد بالك دي برضو من الحته ديت يعني. ديت ادوات بتكون اوتوميشن تلقائي، بتستهدف مواقع الورد بريس. فعلا هي كانت بتيجي عندي في بعض المواقع اللي انا ماسكها يعني. وممكن تلقائي بيقعد يعني مثلا يعلق بقى ايه، بيعمل مثلا زي باك لينك مثلا للمواقع بتاعته، بحيث ان هو يصدر الموقع بتاعه. بس ده بيعتبر سبام من جوجل يعني. ده في مجال السيو طبعا، لو بنتكلم في السيو. لا انا بس بفهمه ان هو يعمل. بس ده ما يعتبر. وساعات على فكره في البلاجن نفسها بيكون البلاجن نفسها هي اللي انت مشكله بلجن من البلجن، ما هي ما بص انا دلوقتي راجل هعمل اختراق للويب سايت ده. فهو انا باجي اقول لك خد بالك انت عندك في بلجن في عامله معاك مشكله في الحته دي، فدي فيها ثغره خد بالك. خد بالك طبعا مثلا السيرفر عندك في قاعده بديك البيانات ريبورت عندك داخل السيرفر فيها مشكله او فيها كذا. انا ما هو ده اللي انا التقرير اللي انا بستلمه، وهو الراجل بيقول لي خد بالك من كذا خد بالك من كذا. فهو انا بقول له ايه، انت عشان تبقى عارف وتتاكد وتبقى لو الويب سايت ده بتاع عميل مهم جدا ويهمك جدا، فانت عشان تبقى متاكد وعارف الدنيا فيها ايه، فانا الويب سايت ده هتروح تعمل ليه اختراق وبرمجه. يعني انت الموضوع بيبقى داخل في حاجتين، هو انا اجي اقول لك ايه البلاجن اللي موجوده عندك شيلها، والبلاجن اللي عندك امان خليها. بالظبط. في نفس الوقت بقول لك انت عندك قاعده البيانات اللي عندك تمام، قاعده البيانات اللي عندك مش تمام، خد بالك انت السيم عندك اللي انت شغال عليه، السيم اللي انت شغال ثغره عليه كذا دوت. وكذا. انت عندك السيم ثغره اللي انت كذا شغال عليه ده سيء جدا دوت، مش امان. يعني بيعمل اختبار لكل حاجه داخل الويب سايت عندك. بالظبط. انت عندك انا بعمل ثغره. كده والله، انا بتعامل مع حد بقالي سنه داخل في السنه يعني. انا اي ويب سايت بيطلع من عندي لازم اعمل ده معاه قبل ما بسلمه للعميل، وما بقولش للعميل ده انا عملت لك. انا بقول له انا بديك الويب سايت كامل متكامل بالسكيور بكل حاجه ما تقلقش فيه. بس هو فهي برضه دي اللي انا بطالب بيها يعني. بطالب بيها على استاذ فكره استاذ حمدي. فعشان على بس فكره تبقى انت في الامان يا استاذ حمدي، اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، صدقني هيفيدك جدا. انا كنت مبسوط ان انا معاك يا محمود، واتمنى ان احنا انا نطلع اكتر لايف والله اثنين وثلاثه. انا اكتر اتمنى نطلع لايف اثنين وثلاثه، واتمنى ونفسنا نطلع على نلاقي. الفيسبوك يسمح لنا ان احنا نطلع. انا مش عارف الفيسبوك بينه وبيننا ايه، مش عارف. انا عشان بقالي فتره ما عملتش لايف، فمش يعني مش عارف ايه المشكله في الحته دي، بس يعني خير ان شاء الله. كويس ان احنا طلعنا، وان شاء الله الفيديو مسجل وهينزل للناس ان شاء الله بعد المحاضره. طبعا انا بتمنى يعني بتمنى ان نكون احنا قدرنا ان احنا نكون عند المستوى المطلوب لي، سواء لاسئلتكم او للنقاشات اللي دارت ما بيني وما بين محمود. واتمنى ان اي حد بيتفرج على الفيديو دوت ان هو يكون استفاد وما يكونش ضيع وقته على الفاضي. وبتمنى ان احنا يعني ربنا يستر على كل الناس جميعا في الحفاظ على شغلهم، لان انا عارف ان الشغل دوت اوقات بيبقى فيه اذيه بشكل كبير لناس كتيره جدا. فبتمنى ان يعني يبقى فيه يعني وعي شويه عندنا كلنا. وكلنا طبعا زي ما قال محمود معال كلنا معرضين لده، محدش فوق حاجه. ويعني برضه بنحاول على تمنياتي قد ما لكل. نقدر، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني بنقول لكم نعمل على اللي علينا. اهم النصائح اللي ممكن يعني بيدخل منها اصلا الناس بشكل يعني بيبقى في نوع من انواع عدم الوعي زيرو، يعني زيرو زيرو حرفيا يعني. فلو انت بقى طبعا بتشوفنا على اي منصه من المنصات، ما تنساش ان انت تدعمنا وتدعم محمود، سواء بالمتابعه او حتى باللايك او حتى بكومنتس حلو منك على الفيديو دوت في اي منصه انت بتشوفها. واشوفكم جميعا على خير ان شاء الله، وتمنياتي ليكم جميعا بالتوفيق. شكرا ليك يا محمود، شرفنا يا وشكرا باشمهندس. لوقتك معايا النهارده. حبيبي يا وطبعا باشمهندس. شكرا لكل برضه متابعينك على المشاركه وعلى تواجدهم برضه معانا.
تحياتي ليكم جميعا، وان شاء الله اشوفكم في لايف جديد ان شاء الله في موضوع جديد. تحياتي ليكم، تصبحوا على خير. السلام عليكم.